بيبدأ الأنمي معانا بمجموعة واقفة قدام بوابة، وواحدة منهم بتقول أخيرا قدرنا إن احنا نقفلها، وواحد بيرد عليها وبيقول المفروض إن ده يكون وقف عملية الاستبعاد دلوقتي، بس كل الحكاية شوية وقت طول ما ملك الشياطين ما اتهزمش والدايماس هيبلع العالم في النهاية. فالتاني بيرد عليه زي بالظبط بلد ابن أخويا، فكلهم بيحسوا بالإحباط، فبيقول لهم انتوا ليه كلكم حسيتوا بالإحباط وأنا مش محبط، بس أنا متفائل قوي في الحقيقة، وفي يوم من الأيام هيجي حد وهيعرف اللي عملناه وهنبقى قدوته وينقذ العالم. وبيبص على البوابة وبيقول أيوة في يوم من الأيام وهيظهر بطل جديد، وبنروح لمجموعة بتتخانق ومعاهم واحد وشكله ده البطل بتاعنا، وبيكون هو مجموعته بصراحة قويين جدا، وبيكون اللي عملوه ده معروض على التلفزيون، وبيتقال زي ما هو متوقع من فرقة الرتبة ألف قدروا يخلصوا على الوحوش الهايدرا من غير مشاكل، وتعاونهم مع بعض بيكون فريق ممتاز، وبيكونوا فرحانين قوي، والبث المباشر بتاعهم بيكون بيتفرج عليه ملايين، وبيكونوا معروفين قوي والكل بيحبهم، والكل بيكون متحمس قوي ومستني يشوفهم هيوصلوا لايه، والكل بيبقى نفسه يبقى زيهم، والكل بيقول ساندر وده اسم الفرقه، وبنروح لهم وهم بيتكلموا مع بعض، وواحد اسمه يوك بيقول انا مش عايز ابقى في ساندر خلاص وعايز امشي، شكله كده البطل بتاعنا. وبيجي سيمون وبيقول له ينفع تقول لنا عايز تمشي ليه، فبيقول له انا حاسس ان المكافاه مش بتتوزع بالعدل وانا قلت ده كتير قوي، وبيقول انا نصيبي قليل قوي قوي وانا بالشكل ده هبقى مديون. فالبطل بتاعنا بيقول الناس اللي بتغامر زينا بيكون عندهم فرق، بس احنا لسه افراد، وطبعا كل واحد هياخد على حسب ما هو بيعمل. وبيجي واحد وبيقول ليوك وانت حتى مش بتحارب معانا وانت بتستخدم حاجتنا وبس، ومش المفروض تكون فرحان ان احنا بنديك حاجه اصلا. والتانية بتقول انا بس بشوفه مفيد لما البث المباشر بتاعنا بيتعمل، يعني اقصد اقول ان انا مش بقدر استخدم ادوات البث بنفسي. والتانية بتقاطعها وبتقول لازم علشان تاخد مكافأة كويسة تعمل حاجة كويسة. فيوكي بيبقى خلاص جاب اخره وبيقول لها انت واخده الكلام ده حجه، وبيقول بس انا متاكد انك اكتر واحده انا بدعمها واكتر من اي حد تاني. وبتقول له انا معرفش انت بتتكلم عن ايه ومش فاهمه حاجه، وبيقول لها علشان انا بساعد بالسحر. فسيمون بيقول له هتعمل ايه بعد ما تمشي ومش هتنجح في اي فرقه تانيه، وانت دلوقتي رتبه ب علشان صاحب طفولتك عمل معاك واجب، بس احنا بندعمك ومخليينك في صفوف فرقتنا وهي رتبه الف. فالبطل بتاعنا بيقول له يعني انت بتقول انكم هتبقوا كويسين قوي من غيري، فبيقول له ايوه انت بتفهم قوي ومحدش هيعاني في غيابك من الاخر، وبيقول له انت مالكش لازمه. فالبطل بتاعنا بيقول له خلاص ماشي وانا همشي، شكرا على الخمس سنين اللي قضيتها معاكم. وهو بيقول جوه نفسه بوجع ازاي اقول لهم شكرا، وده انا اللي كنت بدعمهم وبهتم بيهم، وبيقول لهم انتوا المفروض تشكروني، وهو متعصب ومتضايق قوي. فواحد بيقول له حتى لو جيت لنا بتعيط بعد كده خلاص ما بقاش ليك مكان وسطينا، وبيسيبوه يمشي وهم بيضحكوا وبيستهزئوا بيه وبيقولوا له هو ده اللي عايزه بجد، وكده كده مفيش وقت، وتقول انك كنت بتهزر وبيشرب وهو متضايق على الاخر، وبيقول انا مش هستحمل ده. وبنشوف يوكو وهو رايح يدور على شغل، فالموظفه بتستغرب وبتقول ايه اللي حصل لساندر، وهو بيكون محرج قوي وبيقول لها انا سبت الفرقه امبارح، وبتكون مستغربه قوي وبتقول ممكن يكون في حاجات كتيره حصلت في 5 سنين، وبتديله استماره يمليها وبتقول له خط جميل قوي كالعاده. وبنعرف اسمه يوكو وعنده 20 سنه، وبيخلص الاستماره وبتقول له خلاص ماشي وهوزعها في كل مكان. وبتيجي واحده وبتجري عليه تحضنه وبتقول له معلم فليديو، وبتكون مبسوطه قوي وبتقول له انا ما شفتكش من زمان يا معلم فليدو. وبيقول لها انت مارينا، فبتقول له ايوه انا مارينا والمعروفه بساحره الصيف. وبيقول لها عدت نص السنه الكل لسه بخير، وبتقول له ايوه سيليك ورين كويسين برضه. وبيقول لها انا مبسوط قوي ان انا سمعت ده برضه. فبتقول له كنت بتعمل ايه بقى، فبيقول لها كنت بدور على فرقه. فبتقول له هو انت متاح دلوقتي، وبتاخد الاستماره بسرعه وبتكون فرحانه ومبسوطه قوي، وبتقول له طب ليه ما تنضمش لفريقنا. وبيروح معاها واحده من الفرقه بتساله هو انت عايز تنضم لفريقنا، فبيقول لها ايوه. ومارينا بتقول لهم نقدر نسمح للمعلم فليديو انه ينضم لفرقتنا، وصح يا ريم ويا سيليك، فبيقولوا لها ايوه احنا مش هنعارض ابدا. فبيقولوا له هو انت متاكد يا معلم فليديو، واللي انت بتقوله ده احنا حتى من الرتبه دي ولسه بادئين دلوقتي وانت من الرتبه ب، فمش هتكسب كتير معانا. فبيقول لها مفيش مشكله وانا حاسس ان ده هيناسبني اكتر ما تقلقيش. فبتقول له انت تقصد ايه، فبيقول لها ان فرقه الرتبه الف بتاخد حاجات صعبه قوي فعلا وبتاخد مهمات مستواها عالي، علشان كده كنت دايما مديون بسبب تكلفه الحاجات اللي كنت بستعملها، علشان كده عايز مهام مستواها يكون قليل. وبيقف وبيقول في نفسه ايه اللي انا بقوله ده، وبيقول لهم اسف. فبتقول له عادي وما تاخدش في بالك. فبيقول لها يعني مهام الرتبه دي هيبقى فيها توازن بين التكلفه والتعويض، وساعتها مش هكون مديون وده هيبقى احسن بكتير. فبتقول له سلك فهمت. ومارينا بتكون هتتنطط من الفرح وبتقول يبقى مفيش مانع. فريم بتقول له ماشي يا معلم وانا موافقه، وسلك بتقول له وانا كمان يا معلم.
معلم. فبيقول لهم بلاش تقولوا لي كده، وما فيهاش مشكله لو قلت له يوك من دلوقتي. فمارينا بتقول له خلاص ماشي، واحنا فرحانين انك موجود معانا يا يوك. وبيرحبوا بيه قوي، وبيكون رين وسلك هادين قوي على عكس مارينا، وبيكون فرحان انه انضم لهم. وبيقول جوه نفسه انا ما حسيتش بالشعور ده بقالي فتره طويله. فبيسالوه طيب واحنا هنعمل ايه النهارده؟ فبيقول لهم عندكم اي فكره او خطه؟ فبيقولوا له احنا وافقنا على مهمه ان احنا نجمع خام حديد سحري من دايماس عند منجم بالتال المهجور. وبيروحوا السوق، وبيقول حقيقه عدت فتره كبيره، وبيقول على حسب ما افتكر في اماكن كتيره في الدور السادس ونقدر نطلع خام الحديد السحري منها. فسلك بتقول له ايوه بس احنا مش عايزين نتعارك مع الزعيم الدور الخامس، واحنا كان عندنا امل ان نقدر نطلعه قبل ما نعمل كده. فبيقول لها خلاص خلينا نبدا من الدور الرابع. وبيقول لهم يلا افرحوا بوقتكم بس خلي بالكم. وبيروحوا على الدور الرابع، وبيقول دول بيعملوا كل حاجه زي ما علمتهم بالظبط، بس دلوقتي بيقول لها سيبيني انا يا مارينا وخليني قدامكم. فبتقول له بس انت ساحر احمر. وبتقول له انا كنت بحسب لما ما يكونش في كشاف في فرقه بيكون قدامهم اللي سيفه اقوى. وبيقول لها انا فقير ايوه بس ذكي. وبيطلع لها فانوس كاشف، وبيكونوا مبهورين من شكله وانه حلو قوي. ومارينا بتقول له يعني ده اسمه الفانوس السحري؟ وبيقول لها ايوه، وده بيستخدم نوع معين من الزيت. وبيقول لها احنا كده نقدر نلاقي اي فخ بسهوله. فسلك بتقول له زيت خاص مش ده غالي؟ فبيقول لها ما تقلقيش انا عملته بنفسي. وكلهم بيكونوا مش مصدقين وبيكونوا فرحانين قوي. وبيقول لها وانت يا مارينا احمينا من ورا واستعدي لاي حاجه. وبيكونوا ماشيين وراه، وبيفتكر ان ده كان اول دايماس دخلته فرقته واللي كان فيها قبل كده. وبيقول لهم استنوا في حاجه في الاوضه الصغيره اللي على بعد 20 متر قدامنا، وجهزوا علشان شكلنا كده هنحارب. وبيجروا على الاوضه وبيكون فيها غيلان، وسلك بتبدا ومارينا بتتكلم، وبيكون يوك بيدعمها بالسحر وبيخليها قويه قوي، وبتخلص عليهم بسرعه قوي وبيسقف لها وكمان بيشجعها. فبتقول له هو ده كان سحرك؟ فبيقول لها ايوه انا رميت عليكي 3 انواع من سحر التعزيز الجسدي. فرين بتقول له 3 في نفس الوقت، وبتكون مصدومه من اللي حصل. وبتقول له انت رميتهم بسرعه قوي. ومارينا بتكون فرحانه قوي، وبتقول له انا حسيت ان انا خفيفه قوي وبيكون ده سهل عليا. وبيقول لها ايوه انت فعلا بقيتي اقوى، ويلا بقى علشان نكمل ونجمع بقيه الخام ونكمل طريقنا. وبيكونوا مصدومين منه، وبيكملوا بيقول لهم ايه هو نظامكم لما بتهجموا على الدايماس وبتستريحوا بعد كل دور ولا ايه؟ فمارينا بتقول له ايوه بنبلغهم بالخسائر بتاعتنا واللي تعرض لها فريقنا اول باول زي ما انت علمتنا نفضل مخلصين. وبيقول لهم دي حاجه كويسه قوي. وبيقول لهم احنا نرتاح شويه قبل ما ننزل. ومارينا بتقول مفيش اي حاجه حصلت ليا او لاسلحتي ولسه عندي قوه كبيره ان انا اكمل. وسلك بتقول رجعت السهام اللي استخدمتها وانا ما عنديش اي خسائر. ورين بتقول ما عنديش خسائر برضه. ويوكي بيقول انا برضه ما خسرتش اي حاجه وعندي طاقه سحريه كبيره برضه. بنروح لهم وهم في الدور الثاني وبيهجم عليهم ارواح عمال المنجم وبيكون في كتير منهم. ويوكي بينادي على رين علشان هي اللي هتعرف تطردهم. وسلك بتبقى تهجم وبتقول غطيني يا يوك واعمل كده انت ومارينا. وبيقول لها سيبي ده عليا وبيحميهم وبيخلي الارواح ما تقربش منهم وبيعزز قوتهم قوي لدرجه انهم بيكونوا اقوياء جدا. ورين بتقدر ان هي تطردهم بسهوله وبتقول لهم شكرا انكم وفرتوا ليا الوقت. وبيقولوا ليوك ان انقذهم وبيقول لهم مش كتير اللي يقدروا انهم يحولوا الارواح في المنطقه دي. وبيقول لريم شكلك استخدمتي قوه سحريه كبيره وبيجدد لها القوه السحريه بتاعتها. فبتتصدم وبتقول له انت جددتها؟ فمارينا بتقول لها هي دي حاجه قويه. فريم بترد عليها وبتقول لها قويه جدا ومحدش يقدر يعملها الا قليل قوي من الصحراء الحمر. ومجرد انك تقدر تستخدم حاجه زي دي فده يخليك تنضم لفرق الرتبه الف. وبيبقوا مصدومين وفرحانين قوي. وبيقول لهم انتوا بتبالغوا شويه وان شغل الساحل الاحمر غامض شويه وانا اتعلمت شويه حاجات علشان تكون تعويض عن ده. وبيقول لرين بس الحصول على الكتاب السحري ما كانش سهل. وبيطبطب على رين وبتكون مكسوفه قوي. وبيكملوا طريقهم فبيشوفوه وهو بيرمي ميه في الارض. فبيقولوا له انت بتعمل ايه؟ فبيقول لهم انا بكب الميه الطاهره على اثار الرجلين بتاعه الارواح ودي طريقه سهله علشان ما يجوش جنبنا تاني. فسلك بتقول له هو ده كمان مش غالي برضه؟ فبيقول لها ده لو انت اشتريتيه بس انا برضه عملته بنفسي فما تقلقيش من اي حاجه. فمارينا بتستغرب وبتقول له انت عملت ميتك السحريه بنفسك؟ ورين بتقول له بس انت مش ساحر. وبيقول بعيد عن الطرق المعتاده اقدر اصنعه من الرماد وخاصه الرماد المطهر واللي بيتبقى من اشباه الناس الميته بعد هزيمتهم وده بيسموه وصفه سريه الرماد واللي خدناه من عمال المنجم الميتين وده اكتر من انه يكفي ويعوض الكميه اللي استخدمتها. فسلك بتقول له فهمت. والمغامرين اللي عندهم رتب عاليه عندهم خبره من مستوى تاني فبيقول لهم تقدروا تتعلموا منه اللي انتوا عايزينه.
وتتدربوا عليه كمان. فبيقولوا له اكيد يا ريت تعلمنا كتير يا يوك. وبيكملوا بيروحوا المكان بيقول لهم من النقطه دي تقدروا تدوروا على مكان علشان تنقبوا فيه عن خام الحديد السحري، بس خلينا نقف علشان ناكل. وبيقول لهم استنوا انا هجهز حاجه، وبيطلع شنطه سحريه وبيكونوا كالعاده مبهورين بيه. وبيقول لهم هي ما كانتش رخيصه خالص. ورين بيبقى نفسها في واحده فبيقول لها كملي مسيرتك واكيد هتقدري تجيبي واحده، وهي اكيد مش نادره للدرجه دي. وبيعمل بيض وصدق وفي ثانيه بيعمل شوربه، وبيكونوا شامين الريحه وبتكون حلوه قوي وجوعتونا معاكم والله. وبيكونوا مش مصدقين اللي بيحصل. وروكي بيقول لرين شايفك لسه مهووسه بالحاجات الاثريه، وده لقيته في قلعه بيعمل شوربه، وانما ايه كده جنان، بس لما بيتصلح بيبقى محتاج فلوس كتير. وبيبقوا كالعاده مبهورين بمعنى الكلمه. ورين بتقول ما كنتش اعرف ان حاجه زي ده موجوده قبل كده. وبنسمع صوت بطن مارينا وبتقول مش قادره استحمل، وحرفيا مش هستحمل اكتر من كده وانا هموت من الجوع. وبيكونوا مش مصدقين نفسهم انهم هياكلوا اكله حلوه كده. وبيقول لهم كله بس هو لسه سخن، وبيشكروه طعم الاكل بيكون عاجبهم قوي. وسلك بتقول له انا حاسه انه مغلف بالمانا واللي هو الطاقه السحريه. فبيقول لها احساسك بالمانا قوي كالعاده. فبتقول له يعني ايه؟ فبيقول لهم احنا هنقول نكمل طريقنا بعد الاكل، فانا حطيت شويه محبه علشان تحافظوا على قوتكم علشان ما تتعبوش. فسلك بتقول اكل معمول بمحبه، والمحبه هي المانا. وبتمسك دماغها. فرين بتقول لها ما تفكريش في الموضوع يا سلك، وامشي ورا اللي انت حاسه بيه. ومارينا ما كانتش هاممها اي حاجه غير انها تاكل. وبيدخلوا على الدور الرابع، وبيكون في وحش كبير قوي اسمه سحليه الصخر، وبيلاقوا كتير قوي من خام الحديد السحري. ويوكي بيقول لازم نجمعهم كلهم. والسحليه بتهجم عليهم باسرع سرعه عندها، ويوكي بيرمي تعويذه خلى الوقت يقف. وسلك بتكون مستغربه، ومارينا بتهجم عليهم من ضربه واحده هزمتها. وبتقول السيف السحري بياخد كتير من القوه والمانا، وبتكون بتقدر تستخدمه لمده 10 ثواني بس. ويوكي بيقول لها اتدربي كويس بس وهتتعودي. وبيجدد المانا بتاعتها. وبيروحوا علشان يجمعوا كل خام الحديد السحري، وبيكتشفوا انهم محتاجين يهزموا حد كمان، وشكلهم كده هيروحوا لزعيم الدور السادس. فبيكونوا خايفين لان مسميينه قاتل المستجدين، وانه اقوى واصلب من سحليه الصخر بكتير. ومارينا بتكون محبطه وبتقول انا مش هقدر اهزمه. فبيقول لهم ما تقلقوش وانا هعمل كل اللي اقدر عليه، ولازم اوريكم ان انا مفيد. وبيغمز كده. فبيقولوا له احنا فعلا شفنا قد ايه انت مفيد، وفعلا فاجئتنا. فبيقول لهم بس انا اقدر اوريكم تاني. وبيقول لهم انا هحاربه لوحدي المره دي. وبيطلع كاميرا بيسجل بيها الحروب اللي بيدخلها. فمارينا بتقول له خليه بس مباشر. فبيقول لها ماشي بس ليه؟ فبتقول له هتكون حاجه حلوه قوي. وبيقول شكلي هعمل كده. وبيسالهم عن اسم فرقتهم، وبنعرف انهم لسه ما قرروش لحد ما مارينا بتقول له احنا نسمي فرقتنا كلوفر. والاسم بيعجبهم. ويوكي بيقول لما نرجع هنسجله كفرقه رسميه في نقابه المغامرين. فبيقرر ان اول بس بدل ما يكون لوحده يكون فيه هم الاربعه. وبيقول يلا بينا بس خدوا بالكم من نفسكم. وبيكون قوي جدا، بس يوكي بيرمي على الوحش 5 تعويذ، وبيعمل كده في وقت واحد وبيهزمه لوحده. وبيخلص البث، ومارينا بتجري تحضنه جامد، وكلهم بيكونوا مبهورين بيه. وبيكون مش قادر ياخد نفسه من حضن مارينا. وبعدين مارينا بتسيبه وبيطلع صندوق سحري، وبيحط فيه الوحش اللي هزمه. وبيفتحوا الصندوق اللي موجود في الدور، وبيكون مليان خام حديد سحري، وبيكونوا مبهورين بيه. وبكده تكون اول مهمه لفرقه كلوفر نجحت. وبعدها بنشوف يوكو وهو بيقول الفيديوهات اللي بينزلها المغامرين مباشر دي المحتوى اللي الناس كلها بتتفرج عليه في العالم دلوقتي، وتقدر ان انت تشوف البث المباشر او النسخ المتعدله منه. ده حتى كمان في ناس بينزلوا فيديوهات عن الطبخ في الدايماس او الادويه اللي بيعملوها. وبيكون فيديو يوكي انتشر والكل مبهور منه، وازاي قدر ان هو يهزم الوحش ده من غير حتى ما يرفع صباع. وبنروح ليوكو وهو بيقول لهم ايه بقى رايكم في انجازات عضو كلوفر الجديد، واللي هو قصده يعني ويقصد نفسه يعني. فسلك بتكون مبهوره اصلا بيه، وبتقول له انا مش عارفه اوصف لك ازاي بس ادائك كان مختلف قوي. ومارينا بتقول دي كل حاجه فيه كانت تحفه وانا مصدومه قوي حرفيا. ورين بتكون في عالم موازي وبتقول له الاكل كان حلو قوي. فيوكي بيقول انا فرحان ان انا فدتكم، بس مش دي حاجه تضايق ان المعلم بتاعكم ينضم ليكم واللي عنده رتبه ومكانه مختلفه لفرقتكم. فسلك بتقول له شكلك كده بتفكر كتير. فبيقول لهم بجد؟ وبيقولوا له كلهم ايوه قوي. فسلك بتقول له هنخليك القائد بتاعنا بقى. بيتصدم. وسلك بتكمل كلام وبتقول له انا اللي كنت القائد المبدئي لحد دلوقتي، بس ما كانش عندنا قائد مناسب. فبيقول لهم ايوه بس ليه انا؟ فسلك بتمسك ايده وبتقول له علشان انت المعلم بتاعنا، وشكل كده الارواح هي اللي دلتك علينا. فبيقول لها انا بس انضممت لمده يوم. وبيكون محرج قوي. فمارينا بتقول انا برضو معاها في اللي هي بتقوله وعايزاك تعملها وتبقى القائد بتاعنا. ورين بتقول له ايوه انت خبير. ومارينا بتقول له ده كمان كلوفر اتعملت النهارده بس. فبيقول بيني وبين نفسه عايزني ابقى القائد، وده برضه هيساعدني ان انا اقدر احافظ على سلامه البنات دي من اي حاجه وحشه ممكن ان هم يواجهوها.
وبيقول لهم خلاص فهمت، بس مفيش مره تترددوا فيها انكم تقولوا لي لو حسيتوا ان انا مش قائد مناسب. وبيكونوا فرحانين قوي، وبنروح لفرقه ساندر وهي بتحارب الوحوش، وسيمون بينادي عليهم وبيقول حد يجي لي انا محتاجكم علشان الوحوش جايه من الطريق الغربي. وبيكونوا جابوا واحد بدل يوك وبيقول له بطأ حركه الوحوش، وبيقول له معرفش اعمل كده. وبيكون عدد الوحوش كبيره قوي، بيكون باين عليهم انهم مرهقين قوي ومش مصدقين هو ازاي في عدد كبير منهم كده. والمستجد اللي جابوه بدل يوك بيقول لهم ما دام انتم عارفين قدراتكم ليه قررتوا ان انتم تتعمقوا كده. فبيجي وحش بيمسك البنت اللي معاهم واسمها جيمي، وبينادي على البنت التانية اللي معاه وبيكون اسمها كاميليا، وبيقول لها اديها سحر الشفاء. فبتقول له المانا اللي معايا خلصت، وبيقول لهم لازم نتراجع. وسيمون بيكون ماسك جيمي وهي خلاص كان الوحش ضربها جامد، وبيسأل كاميليا هو انت لسه برضه مش عارفه تستخدمي سحر الشفاء؟ وبيكون متعصب وبيقول لها فين المانا، وبتقول له انا معيش حاجه منها كان بيوفرها لي بتاع الاعمال الروتينيه ده. وبيبصوا برضه للتاني وبيسالوا عن اي جرعه شفاء، فبيقول له انا برضه مش معايا، وده كان شغل الولد بتاع الحاجات الروتينيه. وبيكون اللي جابوهم مكان يوك اسمه كورك. فسيمون بيساله معاك اي جرعه شفاء؟ فبيقول له انا جبتها بفلوسي، وانا لما دخلت هنا معاكم قلت ان كل واحد مسؤول عن حاجاته وانا مش ملزم ان انا اديها لك. وبيقول لي في واحد من فريقنا بيموت وانت بتعمل ايه ادهاني بسرعه. وبنرجع لفرقه كلوفر وبيكونوا فرحانين قوي وبيشربوا مع بعض، وكالعاده بيكونوا مبهورين بيوك. ومارينا بتقول له اليوم كان حلو قوي بيك، وبيقول لهم انه قال النقابه على المهمه بتاعتهم، وبيدخل عليهم بفلوس وبيقول لهم بس مكافاه المهمه مش كبيره قوي. وبيكون باع اخر وحش قتله. فبيسال سيلكو هو انتوا ازاي بتقسموا المكافاه بينكم؟ فبتقول له انا كنت بدفع كل حاجه وبتكفل بكل حاجه بنفسي. فبيستغرب ازاي حد ممكن يتكفل بمصاريف الفرقه بنفسه. فبتقول له بس احنا كنا بنتمنى ان احنا نجيب مكان علشان يكون قاعده لفرقتنا، واحنا مش مرتاحين ان احنا نفضل موجودين في البيت. فبيقول لها علشان كده كنت بتحوشوا الفلوس. وبيقول لها خلاص هنكمل على كده، بس ليه ما يكونش في خزنه نحط فيها الفلوس بتاعه الفرقه. وبنروح لسيمون وهو بيقول عمر ما في حاجه زي كده حصلت من ساعه ما ساندر اتكونت. وبيقول بالعافيه قدرنا ان احنا ننقذ جيمي. وبيبص على الولد اللي جابوه جديد وبيقول له بس كل ده بسبب انك جبان واناني. فبيقول لهم الوحوش اللي انتوا هاجمتوها بتروح ناحيه الارواح، والمفروض كنتم تستخدموا حاجه علشان تطرد الارواح قبل ما كنتم تدخلوا عندهم. وسيمون بيقول له طب ليه ما جهزتهمش لينا وما دام انت عارف كده؟ فكورك بيتصدم قوي كده وبيحملوه سبب الخساره كلها، وبيقولوا له ان هم خسروا بسببه. فبيقولوا له لو انت عايز تبقى معانا، فبيقوم يتعصب وبيقول انا ما كنتش فاكر ان الفرقه المشهوره دي فيها شويه فشل او اغبياء كده وحتى مش قادرين يستوعبوا مستواهم. وبيقول لهم اعتبروني بره فعلا مش هقدر اكمل. ويوك بيكون قاعد في نفس المكان اللي قاعدين فيه وبيقول انا سمعت الجمله دي فين قبل كده. فمارينا بتقول له انهم بيتكلموا بصوت عالي ورا، فبيبص عليهم وبيعرفهم وبيقولوا له ان هو ملهوش فايده. فيوك بيستغرب وبيقول بيعملوا ايه هنا؟ فمارينا بتقول هو احنا هنعمل ايه بكره؟ فسيلك بتقول هنعمل زي ما يوك قال، والكل حاجه بنعملها ومهمه بننجح فيها هناخد يومين اجازه. فمارينا بتقول له وانت هتعمل ايه يا يوك؟ فبيقول لها شكل كده هروح السوق علشان اشوف ايه اللي محتاجه. فرين بتبص له وبتقول له انا بغير منك. وبيقول لهم هنتقابل في نقابه المغامرين في اليوم الثالث علشان نشوف هنعمل ايه. وبيكون الكل بيتفرج على الفيديو اللي نزله يوك وهو بيقتل الوحش، وبيكون معروض على التلفزيون والكل فرحان بيه قوي، وبيكون اتفرج عليه كتير قوي في وقت قصير قوي وقدر ان هو يكسب شعبيه كبيره. والكل طبعا بيكون مصدوم ازاي قدر ان هو يهزم الوحش من غير حتى ما يلمسه، وبيكون هزمه بسحر اسمه سحر الاضعاف. وسلك بتكون مش مصدقه وبتقول له انت حقيقه حاجه حلوه قوي، لان الوحش ده بالذات واقف قدام ناس كتيره قوي. والكل بيكون حاسس ان فرقه كلوفر دي هي اللي هتغير حاجات كتير، وفرقته بتكون متغاظه على الاخر وبيقولوا له ان هو هيبقى مغرور. وبرده سيمون بيستهزئ بيه وانه علشان دخل في فرقه بسيطه ده هيخليه متكبر قوي. وبنروح ليوك اللي هيحتفل هو واصحابه، ومارينا بتقول ده في حاجات كتيره هنحتفل بيها النهارده وكل ده بسببك انت يا يوك. فهو بيتحرج قوي وعينه بتدمع. فبيقولوا له هو انت بتعيط ولا ايه؟ فبيقول لهم لا اكيد. وبيكون في واحد مستخبي وشكله كده ناوي على شر، وبيقول هو فاكر نفسه ايه علشان يتقرب كده. وبيروح السوق وبيلاقي واحده فبتساله انت محتاج حاجه؟ فبيقول لها هو ايه اللي ممكن يوفر خبره ل3 مستجدين وتكون مفيده وكمان يحقق درجات عاليه ويضيف مكافاه كويسه. فبتقول له ده طمع شويه ودي حاجه صعبه. فبيقول لها بغض النظر عن الخبره بس البنات اللي في كلوفر عندهم مهارات وتخليهم يتعاملوا مع الرتبه ب. وبتقول له ايه رايك في المهمه؟ فبيقول لها بس دي من الرتبه س، وهي ان انت تجيب 3 احجار من شلال اسمه يمون. وبيكون مستغرب وبيسالها هي ازاي دي مهمه من الرتبه س مع انها سهله جدا وانها تكون من الرتبه دي. فبيقول لها اللي يخليها من الرتبه س معنى كده ان في حاجه
حاجه في غابه أردان واللي جنب البحيره. فبتقول له ايوه بالشكل كده ان في وحش كبير قوي والسحر قاعد هناك. فبتقول له قررت ايه؟ فبيفكر كده بينه وبين نفسه وبيقول وحش السحر بقى، بس ده خطير قوي وحاجه زي دي العادي بتاعها انها تكون في الرتبه دي، فلو دي هتديهم درجات ومكافآت من الرتبه سي. وبيقطع تفكيره ريم ومارينا وسيلكو وهم داخلين عليه وبيقولوا له صباح الخير. فبيقول لهم صباح النور، ده توقيت ممتاز. وبيقول لهم في مهمه علشان نجيب احجار من شلال يومون في غابه أردان جنب بركه كده او بحيره. فمارينا بتتحمس قوي وبتقول له خلاص يلا بينا. فبيقول لها استنى انا لسه ما خلصتش وما شرحتش ليكم كل حاجه. فمارينا بتقول لهم ما فيهاش حاجه لو يوكا قال ان احنا نقدر نعمل كده. فسلك بتقول لها ايوه صح علشان هو القائد بتاعنا. وريم بتقول انا موافقه. فبتاعه المحل بتديهم ورقه المهمه وهروح علشان اسجل ان انتوا قبلتوا المهمه دي. فيوكا بيقول لهم انتوا متاكدين وبيكون خايف لا يكون اتسرع. فمارينا بتقول له مفيش مشكله واحنا رحنا غابه أردان قبل كده، بس برضه هي كمان بتستغرب ليه المهمه من الرتبه سي. فبيقول لها انا قلت لك ان انا لسه ما خلصت الشرح وشكل كده في وحش غريب ظهر هناك فجاه. وبيقول لهم خلاص مش هنعرف نلغي المهمه. فسلك بتقول له هنقدر نعملها. فريم بتبص له كده وبتقول له احنا هنفضل بخير طول ما انت معانا يا سلك. فبيقول لهم خلاص روحوا استعدوا. وبيقول لهم هنتقابل في المحطه بعد ساعه، وفهمتوا ولا لا؟ وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تخلصوا بسرعه. وبتيجي صاحبه المحل وبتديله الورقه وبتقول له بالتوفيق. فبيسالها هو انت رتبتي الموضوع بحيث نقبل المهمه؟ فبتقول له الفيديو اللي انتوا نزلتوه بس مباشر اخد شعبيه كبيره والناس كلها بقت بتجري علشان تشوفه. فبيتكسف وبيقول لها دي حاجه محرجه قوي ويمكن خلت الناس تنتبه لينا. وبتقول له انا كمان متشوقه اننا اشوفه. فبيقول لها هو انت كمان بتتكلمي عن ده؟ وبيقول انا هعمل كل اللي اقدر عليه علشان اخلي الناس تنتبه وتاخد بالها من البنات دول، وكمان ان احنا نقدر نكتشف الوحش السحر ده وحاجه هتفيد النقابه. فبتقول له ايوه بس افتكر دايما انك صح كلامي ولا ايه؟ فبتقول له ايوه بس افتكر دايما انك تكون ملتزم بالتعليمات بتاعه النقابه وما تحاولش تعمل اي حاجه اكتر من اللي انت تقدر عليها. وبيكون برضو نفس الراجل اللي مش طايق يوكي بيتفرج عليهم من بعيد والراجل شكله هيطق من الغيظ. وبنروح ليوكي اللي بيكون ماشي في السوق وبياخد باله ان في حد ماشي وراه وبيقول دي حركات تافهه قوي. المراقبه بالطريقه دي قدمت من زمان وشكله كده حد مش عايز يسرق، يا ترى عايز ايه؟ وما بيصدق يدخل شارع جانبي ويطلع يجري وبيقول اعتقد ان انا كده بعدت بما فيه الكفايه. وبيلاقيه في وشه وبيزعق كده وبيقول له هو انت بقى يوك؟ فيوك بيبص له كده وبيبقى عايز يقول انا خدت الصدمه بقى وبيقول له بكل برود لا. فالتاني بيرد عليه بكل عصبيه وبيقول له ما تكدبش عليا. وبيقول له ايه الذكاء ده؟ طب ما دام انت عارف انا مين ومتاكد قوي وكمان بتراقبني بتسال ليه؟ وايه اللي عايزه مني بقى؟ فبيقول له امشي من كلوفر. وبيقول له امشي من الفرقه اللي انا دخلتها من 3 ايام. اما انت غريب يا اخي. وبيقول له شكلي مش هعرف اعمل كده. فبيقول له خدت بالك بقى انا القائد بتاع كلوفر. فبيجن جنانه بقى وبيقول له انت القائد بتاع كلوفر؟ وبيطلع سيفه وبيقول له ما تهزرش معايا. فيوكي بيستعد وبيعمل له كمين وبيقول له المفروض انا اولى علشان انا اللي قلت لهم مليون مره ان انا هدخل الفرقه دي علشانهم وانا اللي لقيتهم الاول. فيوكي بيقول له هو انت شارب حاجه ولا ايه؟ فبيقول له اخرس ما تتكلمش، ده غير انك هتسيب كلوفر دلوقتي. فبيقول له قول اللي انت عايز تقوله وانا برضو بقول لك لا. وبيديله ظهره والتاني كان خلاص هينفجر وبيجي جري عليه وبيلاقي نفسه واقع على الارض من الكمين اللي يوكي عملهوله ودماغه بتتخبط في الارض. ويوكي بيسيبه يمشي وبنشوفه هو البنات في عربيه وبيحكوا له ان اسمه بيسو وانه عرض عليهم ينضم لهم قبل كده كتير قوي وكانه بيعمل لنا معروف وكان بيجح قوي مع انه مهاراته عاديه جدا. وبيقول ده غبي انه بيجري عليا بسيف في نص المدينه. وريم بتقلق عليه وبتبص له وبتقول له انت بخير؟ ما حصلتلكش اي حاجه ومش واخدين بالكم من حاجه كده؟ ما علينا. فبيقول لها لا وانا بخير ما تقلقيش. وسبته مغمى عليه في الشارع وبيعتذروا له ان هو حصل له كل ده بسببهم. فبيقول لهم دي مش غلطتكم وانا هبلغ عنه النقابه لما نرجع من المهمه وهتعامل معاه لو الموضوع اتكرر تاني. وبيفضلوا يشكروا فيه علشان مش بيعرف يرد. طلع كان جايب لهم حاجه حلوه معاه وبيراجعوا المهمه بتاعتهم وبيقول لهم سهل قوي ونقدر نجيب الاحجار بس المشكله في الوحش السحري علشان فيها منطقه فيها غابات. فبيقول لهم ممكن يكون دب او غزاله او ذئب او خنزير بري. فبيقول لهم انتوا قلتوا ان انتوا رحتوا هناك قبل كده؟ وبيقولوا له ايوه من شهرين تقريبا. فبيقول لهم طب انتوا شفتوا اي وحوش هناك؟ فبيقولوا له لا وتقريبا ده احنا حتى ما شفناش حيوانات عاديه. فبيستغرب وشكل كده الوحش عمل الواجب مع كل الحيوانات اللي هناك علشان الغابه دي كانت معروفه بالحياه البريه. فبيقول لو لقينا الوحش ده اول لما ندخل هنبدا الهجوم والبث المباشر ونخلص عليه لو قدرنا، وعايز برضه اصوره حتى لو هربنا. فريم بتساله للبث
فبيقول لها علشان نحدد نوعه، ولو لقينا مشكله واحنا مشغلين البث النقابه هتكون شايفانا فهيبعتوا لنا دعم، ولو قدرنا نخلص عليه فبرضه البث هيثبت ده. فبيتصدموا من ذكائه واللي البث يقدر يعمله، ومارينا بتفرح ان هتكون اول مره يطلعوا في بث. فرين بتقول كان المفروض اشتري هدوم علشان تكون احلى في الكاميرا. فيوك بيقول لهم انتوا متحمسين اكتر من اللي انا كنت فاكره. فسلك بتقول شعري شكله غريب. فيوك بيقول في سره عندها جانب حلو كأي بنت في سنها. فمارينا بتقول له ده عندها 17 سنه مش ست عجوزه. فيوك بيقول انا ما قلتش حاجه. وسلك بتتكسف وبتقول له هي متعصبه، حاجه وحشه انك تفتكرني ست عجوزه. وبيقول لها بس انا ما قلتش حاجه. ورين بتقول له انا اكبر واحده هنا وعندي 20 سنه. فبيقول لها ما كنتش اعرف انك قدي ما يبانش عليكي. وبيوصلوا المكان اللي قالوا عليه، وبيقول لهم لو حسيتوا باي حاجه انسحبوا. وبيتمشوا مش بيلاقوا اي حاجه تبين ان في حيوانات عايشه هنا. فيوكي بيتاكد ان الوحش هنا وبيكون لابس درع سحر يحميه تحت الهدوم اللي لابسها. وبيقول مش هموت بالبساطه دي. وبيكملوا ماشي وبيمشي وراهم علشان الوحوش ساعات بتهاجم من ورا. وقبل ما يوصلوا للشلال بيطلع الوحش، وعلى طول يوكي بيبدا البث. وبيكون الوحش ده اسمه زرناج، وشكله بصراحة بيبقى قوي قوي. وبيقول ان وحش زي ده يوصل في أوردان دي حاجة مش طبيعية. وبيكون متأكد ان قوتهم مش هتكون كفاية. وبيقول لازم النقابة تعرف. وبيقول لهم انتوا انسحبوا بسرعة، ومش بيرضوا يسيبوه لوحده. وبصراحة بيبقى مشهد فوق العظمة. ويوكي بيبدأ يرمي تعويذة، ومارينا بتهجم على الوحش وبيوقعها ومش بتقدر تكمل. وبترجع تاني تقف قدام يوكي اللي بيقول لها وفريلي شوية وقت. وبيبدأ يعمل أقوى سحر عنده وبيرميه على الوحش، وبيقدر يهزمه وبيطلعهم من الورطة اللي هم كانوا فيها. ويا ترى هو كده قدر يهزمه ويطلع من الورطة اللي هم فيها، ولا هيطلع لسه ما اتهزمش؟ وبعدها يوكي بيلاقي ان الوحش لسه ما وقعش. ورين بتضطر تدخل وبترمي عليه برضه تعويذاتها. ولسه برضه لحد ما يوكي بيخلي مارينا تقطع راس الوحش ودمه بيجي عليها. وبصراحه كانت مهمه صعبه قوي، وبيكونوا مش مصدقين انهم هزموه. ويوكي بينهي البث بكل فخر. والوحش ده بيكون معروف واسمه زرناج، والكل بيبقى بيتفرج على البث بتاعهم ومحدش مصدق ان هم هزموا زرناج. وطبعا سيمون اللي في فرقه ساندر خلاص بيكون هيطق من الغيظ. وبيكون يوكي خلص كتير من المنى بتاعته، وبيحس انه دايخ. وبيقول ان المره دي كانت صعبه قوي، وخصوصا على فرقه لسه جديده. وبيقول ان البث ده اكيد هيلفت النظر ليهم، بس هو بالنسبه لي كان دليل على غلطاتي. وبيروح لهم وبيبارك لهم بس حسابكم معايا بعدين. ورين بتقول له انت برضه حسابك معانا بعدين. فبيتعصب وبيقول لها ليه. فبتقول له انت واجهته علشان تموت. وبيتصدم. وسلكي بتقول له انا برضه عندي شويه حاجات عايزه اقولها لك. ومارينا بتقول له انا كمان. فبيقول لهم ايه 3 ضد 1 ومش هينفع كده. وبيقول لهم عايزكم تفهموا حاجه، واحنا ما عديناش المره دي غير بالحظ. فبيقربوا عليه. فبيقول لهم خلاص ايه رايكم في حل وسط. وبيروحوا يتفرجوا على البحيره اللي هناك، وبيكون شكلها حلو قوي بصراحه. ويوكي بيقول لهم انا هروح اجهز الخيمه على بال ما تغسلوا نفسكم. وبيروح يحضر الخيمه. وبيفتكر من 6 شهور لما كان هو بيعلمهم وبيقول لهم يبقى انتم كده عندكم موهبه، ولو استمريتوا على كده اكيد هتاخدوا درجات. وبيكونوا فرحانين قوي. وبيقولوا له عرفنا لو في اي حاجه نقدر نحسنها. فرين بتقول له ايوه. فبيقول لهم خلاص يعني انا لو لمحت الحاجه وشكله كده بيكون عايز يقول حاجه بس محرج. وبيقول لها انت يا مارينا مهمله، ويا رين ثقي في نفسك اكتر من كده، ويا سلك انت بتاخدي بالك اكتر من اللازم. فرين بتقول له خلاص فهمت. فيوكي بيقول لهم لو انا كنت مسؤول في النقابه كنت اديتكم رخص بتاعه المغامرين من الرتبه دي دلوقتي. وبيكونوا عملوا خيمه وجمعوا الخشب وعملوا جهاز انذار. ومارينا بتقول لهم سيبوا العشاء عليا، وهعمل لكم شوربه ارانب من اللي اصطادناها النهارده وحاجه كده انما ايه. فيوكي بيقول لها خلاص هنعتمد عليكي. ورين هي اللي بتطلع ميه في الحله وبتولع في الخشب. ويوكي بيكون متاكد انهم هيعملوا فرقه حلوه قوي وانهم هينجحوا ويعدوا ساندر بايك بسرعه. وبيتمنى تكون كل مغامراتهم فرحانين فيها. وبيكونوا هم مشغولين مع بعض بالاكل اللي هيعملوه. وبنرجع له وهو بيقول ما كنتش متوقع ان في الاخر هكون في فرقه معاهم. وبيقول انت ما تعرفش ابدا ايه اللي بيكون مستنيك. وبعد كده بنروح لهم بعد كام يوم وهم قاعدين. ورين بتقول ليوك يا ترى هو ليه رئيس النقابه عايز يشوفنا. فبيقول لها اكيد عشان زرناك. فبتقول له بس ليه. فبيقول لها علشان المفروض ان المهمه دي كانت تتحط في الرتبه ب، واكيد هو ده اللي عايزنا علشانه، وانه هيشكر فينا علشان خلصنا على وحش شبه زرناك. وبيكونوا متوترين شويه. وبيقول ويمكن برضه يقول لنا على حاجه تقلقنا. وبيدخل الرئيس اللي بيشكرهم على الوقت اللي استنوا فيه. وبيقوموا يقفوا والرئيس بيبقى داخل وهو بيبص ليوك وبيقول له عملتها المره دي يا يوك.
فبيقول له بس دي مش غلطتي. فبيقول له احكي لي اللي حصل بالتفصيل، وبيكون متعصب. فيوك بيقول له التفاصيل زي ما قلتها في التقرير بالظبط. فبيقول له انا ما سالتكش عن الموضوع اللي انت قدمته. وبيقول له بكل عصبيه انا بسالك على رايك في الموضوع. فيوك بيتعصب وبيقول له اقف عندك وكفايه بقى توبيخ يا بيونود، وانت بتخوفهم، ولو كنت عايز تتكلم معايا كان المفروض انك تجيبني لوحدي. وسلك بتروح ليوك وبتقول له ده رئيس النقابه يوك، وبتكون خايفه عليه ووشها احمر من الخوف. فرئيس النقابه بيقول له كويس انك غيرت نبره صوتك وبطلت تتكلم بالطريقه المؤدبه دي اللي ملهاش لازمه. وبيطبطب على كتفه بس ايده شكلها جامد قوي. فيوك مش بيسكت له وبيقول له ايدك تقيله قوي، وبيكون متعصب قوي ومش بيتكلم كانه بيكلم رئيس النقابه. وبيقول له طريقتك وحشه قوي. وطبعا البنات بيكونوا مصدومين هو ازاي بيكلم رئيس النقابه بالطريقه دي، وفي نفس الوقت بيكونوا خايفين عليه. ورئيس النقابه بيقعد وبيقول لهم اقعدوا يا بنات. فيوك بيقول له لو انت هتتكلم عن زرناج فانا كل اللي كتبته كان يكفي وزياده. فرئيس النقابه بيقول له طيب انت شايف الموضوع ازاي؟ فيوك بيقول له في حاجه غلط، لازم الموضوع يتحقق فيه دلوقتي حالا وكمان بسرعه. فبيبص للسكرتيره بتاعته وهي البنت اللي بتبيع المهمات، وبتقول له فهمت وهعلن دلوقتي عن التحقيق في المهمه بسرعه. فمارينا بتقول ليوك ايه هي الحاجه الغلط. فبيقول لها ان في وحوش زياده جايه من الديماس وبتكون بسبب شويه حاجات محفزه. ورئيس النقابه بيقول حياه الوحوش بترتبط بالمانا اللي موجوده في الديماس، بس في بعض الاوقات بيقدروا يطلعوا بره الديماس، وشكل كده الحرب الحقيقيه هتبتدي، والخطر اللي كانوا خايفين منه هيبتدي يهدد العالم، وشكلهم كده هيطلعوا ويروحوا في كل حته. فالبنات بتتصدم وسلك بتقول له تقصد ان لما الوحوش تطلع بره السيطره هتهجم على العالم؟ فبيقول لهم لو الوحوش كانت زي زرناج وبتخرج من ديماسها. رئيس النقابه بيقول له فهمت وهحقق في ده ولازم اقول لكم كل حاجه، وانا بتاسف لكم على الخطر اللي انتوا تعرضتوا له. فمارينا بتقول له شكرا ان احنا كلنا بخير، وبتكون متوتره قوي وبتقول يوك كان معانا. وسلك بتكمل بدلها وبتقول له كل حاجه كانت بسبب يوك، علشان كده ما واجهناش مشاكل. وريم بتقول له اللي هزم الوحش كان سحر يوك. فبيقول لهم بعيد عن يوك، البث ده اثبت لي ان انتم الثلاثه مؤهلين انكم تاخدوا ده بعين الاعتبار. وبيقول لهم انا عايز ارقيكم للرتبه سي. فيوك بيقول له انت متاكد؟ وبيقول له حسبتكم هتداروا الموضوع. فبيقول له احنا وصلنا للقرار ده بعد ما عملنا مناقشه بين فروع النقابه، بس بشرط ان يكون المغامر يوك من الرتبه الف ويكون معاهم. فيوك بيقول له انت عجزت وبقيت تخرف ولا ايه؟ ويوك بصراحه بيكون جريء قوي وبيقول له انا من الرتبه بي. فالرئيس بيقول له ما تبقاش عبيط، والتعويذه اللي استخدمتها في البث مش الصاروخ المنشوري، ودي كانت تعويذه جديده محدش يعرفها، وانت كنت عايز الكل يعرف انك خلصت على الزرناج بيها. وبيقول له الف مبروك، انت من النهارده خلاص بقيت في الرتبه ايه. وبيديله ورقه علشان يوقع عليها، وطبعا بيبقوا مظلومين وبيروحوا علشان يحتفلوا وبيكونوا فرحانين بيه قوي، وهو كمان بيبارك لهم علشان وصلوا للرتبه سي. وبيقول لهم الموضوع كان صعب بس انا فرحان وان احنا خلصنا المهمه دي. وبيديهم المكافاه بتاعتهم وبيقول اتاكدي من اللي جواها يا سلك. وبيقول المفروض كده نكون اخدنا خطوه كبيره علشان نشتري القاعده بتاعتنا. ولما بيفتحوها بيتفاجئوا انها كتيره قوي وعينيهم بتلمع من الفرح. وبيقول لهم المهمه دي اتحسبت على انها من الرتبه بي، وكمان فوق كل ده انا بعت جثه زرناج بفلوس كويسه. وبيلاقي ورقه بينود اللي هو رئيس النقابه بيتاسف له فيها. ويوكي بيقول بينود مش بيتغير ابدا وبيديله عمله مميزه، وبيكون يوكي فرحان وبيقبل اسفه اكيد. وسلك بتقول شكلنا كده وصلنا لهدفنا. فمارينا بتفرح قوي وبتقول لها هو احنا الفلوس اللي معانا كفايه اخيرا؟ فبتقول لها ايوه اخيرا وصلنا للمبلغ اللي كنا عايزين نحوشه. ويوكي بيكون فرحان قوي. فسلك بتقول كل ده يرجع لك لانك كنت السبب في ان احنا نوصل لكل ده، علشان كده عايز اقول لك اسفه ان احنا مستحيل كنا نوصل لكل ده من غيرك. فبيقول لها سلك انا دلوقتي قائد كلوفر ومفيش داعي يخليكي تتعاملي معايا بطريقه رسميه، وانا هعمل كل اللي اقدر عليه علشان اساعدكم، ونتيجه كل ده ترجع لكلوفر. وبنروح ليوكو وهو قاعد معاهم. وريم بتقول له قول يا يوك وايه هو حلمك؟ فبيقول لها ليه السؤال ده فجأة؟ فبتقول له الهدف اللي حطيناه لنفسنا احنا قدرنا نحققه. وبتقول له انا عايز اعرف ايه حلمك علشان نعرف نحدد هدفنا الجاي. فبيقول لها ماشي مفيش مشكله. وبيشرب وبياخد نفسه وبيقول لها حلمي هو ان انا اواجه اعمق طبقه في الديماس، ودي اللي بتكون الضلمه اللي ما فيهاش لون. وبيتصدموا وبيفضلوا يكحوا من الصدمه. فبيقول لهم هو انتوا كويسين؟ فريم بتقول له مش ده. فبيقاطعها وبيقول لها ده ديماس بوابه هويه. فبتقول له بوابه هويه ودي حاجه اثريه معروفه
كبوابة للعالم السفلي، وبيكلم وبيقول لها ودي برضه الدايماس الوحيد واللي اكد ان جواه واحده. فسلك بتقول له الضلمه اللي ما فيهاش الوان. فريم بتقول له هو انت بجد عايز تعدي من البوابه دي؟ فبيقول لها لا، وانا عايز بس اشوف اطراف العالم ده واللي هيكمل على طول بعناية. وبيقول عمي اللي بحترمه قوي واجه دايماس الضلمه اللي ما فيهاش الوان في يوم من الايام، وفي الاخر برضه معرفش يخلص عليه. بس بعد ما سمعت القصه كتير قوي من وانا صغير بقيت عايز اجربها في يوم من الايام، وهو مش حلم على قد ما هو فكره عاطفيه. ومارينا بتقول له حاسه ان انا فاهماك وعايزين نروح هناك ونفتح بث مباشر. ويوكي بيقول لها على مهلك دي حاجه مش سهله خالص زي ما انت فاكره، وعلشان بس ندخلها ده عايز اذن من الحكومه نفسها، وعايزين فرقه من الرتبه الف على الاقل. فريم بتقول له انا موافقه، ما افتكرش ان ده ممكن يكون الهدف الجاي بتاعنا. فسلك بتقول حاسه ان حلمك حلو قوي يا يوك. فمارينا بتقول له هنعمل كل اللي نقدر عليه علشان نحقق حلمك ده. فريم بتقول له ايوه ده دورنا دلوقتي. فبيقول لهم استنوا بس، وبيشوفهم وهم متحمسين قوي وعينيهم بتلمع وبيكونوا فرحانين قوي. وبيقول لهم خلاص ماشي نبقى نروح سوا ونشوف البوابة في يوم من الأيام. وبيشربوا سوا وبنروح والبث بتاعهم معروض في كل حتة. والمذيع بيقول كوليفر الفرقة اللي خدت انتباهكم مع زرناج النهاردة جاية بخناقة جديدة، والقائد يوكي بتاعهم قوي قوي، وبيكونوا بيعملوا كل حاجة مع بعض وكل واحد خايف على التاني، وبيكون شكلهم حلو قوي وكالعادة بيهزموا الوحش. والمذيع بيقول في خلال شهر واحد بس اللي هم اتجمعوا فيه حققت كلوفر شعبية وشهرة كبيرة قوي. وطبعا سيمون بيكون خلاص كده، وبيقول ازاي حد ملهوش لازمة بعيد عن شكله انه يبقى مشهور كده. وبنعرف ان الناس بدأت تبطل تتفرج عليهم، وبيقول ان هو بقى متكبر ومغرور خلاص بعد ما دخل الفرقة. وسيمون بيقول انا عرفت انه بقى من الرتبة ايه وحقه لازم يتغير، وانا قلقان اكتر على فرقتنا وبقت كل يوم تفشل اكتر من اليوم اللي قبله، وده بسبب ضعف كفاءة الناس الجديدة اللي بتدخل فيها ومحدش فيهم بيفضل معانا فترة طويلة. وبنعرف ان المغامرين اللي ما بقاش عندهم شجاعة ولا صبر زادوا في الفترة الأخيرة. وواحد منهم بيقول حاسس الإشاعات كانت صح. وسيمون بيسأل عن جيمي بنت معاهم في الفرقة، فبيقول ما بقتش تيجي الأيام دي، وكمان في المهمات بتعطلنا وبيقولوا عليها أنانية، وبتكون هي قاعدة في الضلمة لوحدها زعلانة وبتتفرج على يوك. وبيقول سيمون ليه ما ترجعش يوك على الأقل ما كناش بنخسر كده. وبيقول مع إنه بيعمل حاجات روتينية بس كان مفيد لينا. وبيقول اللي فات مات. والتاني بيقول له لو كانت مشكلته في الفلوس ناخد من جيمي ونديله على الأقل، هي ما بقتش تعمل معنا حاجة زي الأول. وبنروح ليوك هو واصحابه وهم راجعين تاني، بس بيرجعوا ماشي علشان يوك غلط في ميعاد العربية. وريم بتقول له انا حاسة ان عندك حاجات حلوة وتخليك شاعر يا يوك، واتمنى ان انت تقول لنا قصص تانية. فبيقول لها ماشي. فسلك بتقول دلوقتي نقدر نقول للنقابة بان احنا خلصنا المهمة. ومارينا بتقول له تفتكر مامال لسه هناك؟ فيوك بيقول لها انت عايزة تشوفيها علشان حاجة ولا ايه؟ فبتقول له لا وانا بسأل عادي، وانت علاقتك بيها كويسة صح؟ فبيقول لها انا عرفتها من ساعة ما بقيت مغامر، مع ان شكلها بسيط بس هي اكبر موظفة في النقابة. واسألوا اي مغامر من جيل ابوكم وهيقول لكم بكل حاجة عايزين تعرفوها عن مامار. فبيسأل مارينا تاني انت ليه سألتي على مامار؟ فريم بتقول له مارينا حاسة بالغيرة. فمارينا بتتكسف قوي وبتقول له لا مش كده. وبيقابلوا سيمون. فيوك بيقول لهم ادخلوا انتوا التلاتة وروحوا الممار. وبيقول له عايز ايه يا سيمون؟ فبيرد عليه وبيقول له عايز اتكلم معاك شوية بس مش واحنا واقفين كده، وخلينا نشرب حاجة مع بعض. فيوك بيقول له معلش انا تعبان ولسه راجع دلوقتي من الدايماس ومش موافق على كده. فسيمون بيمسكه من كتفه جامد وبيقول له استنى ليه ما ترجعش لساندر يا يوك. وبيكونوا رين ومارينا وسلك ورا الباب وبيتصنطوا والله انا لو من يوك كنت مت من الضحك. فيوك بيقول له ايه وهو مصدوم. فسيمون بيقول له انت عايز ترجع كده صح علشان تحقق الحلم اللي كنت بتحلمه من زمان، وعلشان تواجه وتاخد اذن الحكومة لازم تكون في فرقة من الرتبة ايه زينا. فبيقول له علشان كده هسيبك ترجع لساندر. وبيقرب عليه ويوك بيزوق ايده جامد وبيقول له اسف انا مش مهتم. وبيقول له انا قائد كلوفر ومش هرجع. فسيمون بيقول له احنا شفنا كتير من بعدك يا يوك علشان انت سبتنا وانت مش حاسس بالذنب. فبيقول له انا قلت لك انك فهمت الموضوع ومش هتعانوا من غيري، والناس بتبقى واقفه تتفرج عليهم. وبيقول هو في ايه؟ وسيمون بيتعصب وبيقول له احنا محتاجينك علشان تصلح كل ده. فيوك بيقول له انت ازاي قادر انك تقول كده بعد ما قللت من كرامتي واحترامي لفتره كبيره، وانت فاكرني هعدي كل ده علشان بس كنا اصحاب واحنا صغيرين؟ وبيقول بصوت عالي انا مش هرجع
ومش ناوي ارجع لساندر خلص الكلام. فسيمون بيقول له ما تاخدش قلم في نفسك وانت هتندم على كل ده. وبيكون واقف ورا سيمون الراجل اللي كان هيموت ويبقى قائد كلوفر. ومارينا بتحضن يوكي جامد وبتقول له هو انت هترجع لهم؟ فبيقول لها لا مش هرجع خلاص يا شيخه حرام عليك، الراجل ما بقاش عارف يتنفس. وبيقول لها سيبيني بس الاول. وبيروحوا علشان يشوفوا ممار وبعدها بيروحوا يشربوا سوا وبيكونوا فرحانين قوي وماسكين يوكو وبيزقوا فيه من الفرحه. وبعدها بنشوف ورشة قديمة بس معروفة في صنع الأسلحة وبتكون من أحلى الأماكن اللي ممكن تشتري منها أسلحة واسمها أرتز، واللي بتبعت دعوة لفرقة كلوفر. وبتكون سلك جابت قوس من هنا قبل كده بس بيستغربوا اشمعنى فرقتهم. فيوكي بيقول لهم علشان فكرتهم الموسم ده هي إن كلوفر هي اللي هتساعدهم في إنهم يعملوا لهم إعلان وإنتوا هتلبسوا أجدد الدروع من إرتز علشان نغلب بيهم الديماس، وهيستخدموا البث اللي هينزل علشان يعملوا بيه إعلان عن الورشة، يعني إنتوا اللي هتكون الموديل بتاع الاعلان. فبيفرحوا قوي وسلك بتقول لهم يبقى موافقين، عجبني قوي، والجزء بتاع المكافاه تقدري تاخدي الدرع ده علشان تخلصي المهمه. ومارينا بتفرح قوي وبتقول دي حاجه تحفه، يعني هناخد الفلوس والدرع. وبتقول بكل حماس هنعملها يا يوك. وبيكون بالدروع ده هي المهمه الجايه بتاعتهم. وبيقولوا له خلاص ماشي انهي ديماس بقى اللي علينا ان احنا نخلصه. فبيقول لهم هو بعيد شويه بس هو موجود في المكان اللي اركانتيز موجوده فيه وبتكون اسمه ديماس الاطلال. وبنروح له وهو واقف في مكانه وبيقول انا جيت هنا قبل كده اكتر من مره مع ساندر. وبيجيله البنات وبيقولوا له معلش ان احنا اتاخرنا عليك. وبيكون شكلهم حلو قوي وبيكون مش مصدق عينه وبيسالوا ايه رايك؟ فبيقول شكلكم كلكم حلو قوي. وبيفرحوا وبيتكسفوا وبيقول لهم حاسين بايه. فمارينا بتقول له مريحه قوي وشكلها حلو واقدر اتحرك بيها براحتي. وسلك بتقول له والكوز ده لسه مش متعوده عليه بس هكون كويسه. وريم بتقول اللي عاجبني ان كل الحاجات دي اثريه وهتكون حلوه قوي في البث. وبيقدموا شكركم بس المره دي بدل البث هنسجل مهماتنا علشان نديها لاركانتيز ويلا بينا وخدوا بالكم من نفسكم. وهم ماشيين في الديماس يوكي بيحكي لهم عنه وبيقول لهم انه مش كبير قوي، ده بيكون من 4 ادوار بس. بيقول لهم المدخل الرئيسي بتاع الديماس مدينه اسمها اودريد وده بيكون موجود في ابعد منطقه. فين يعني باختصار كده الطريق للديماس الرئيسي يبقى ديماس برضه. والهدف بتاع المهمه دي ان احنا نوصل لديماس المدينه المهجوره وفي سلالم نقدر نستخدمها علشان ننزل عليها عند الاطراف بتاعته من الشرق والغرب. وبيقول لهم ما تقعوش مهما حصل. وريم بتكون متضايقه منه فبيقول لها هو انا عملت حاجه تزعلك يا رين وشكلك متضايقه مني بقالك فتره فما بتردش عليه. فمارينا بتقول له هو مش كده بس انت علشان ما قلتش حاجه كده. وسلك بتقول له انت مش بتفهم قلب البنت يا يوك. فبيقول لها غيرت الشريطه بتاعت شعرك علشان تبقى حلوه مع الدرع الجديد. وبيقول لها حلو قوي ومناسب. فبتجري عليه تحضنه وبتكون مكسوفه. فبيقول لها ايه في ايه؟ فمارينا بتقول له انت قلت وزياده. وريم بتقول له انا كويسه دلوقتي يلا بينا. فبيقول لهم خلاص ماشي وبيمشوا. فيوكي بيقول لهم خلي بالكم في كمين وارجعوا لورا. وفعلا بيكون في كمين وفي ثانيه لثانيه بيطلع اسياخ من كل حته. وبيقول لهم خلاص كده الطريق بقى امان وبيعدوا من بين الاسياخ. فمارينا بتقول له كويس ان الدروع دي على قدنا بالظبط. فبيقول لهم يلا السلالم قدامنا بالظبط. وبيقول لهم استنوا نقف علشان ناكلوا حاجه. فريم بتقول له هناكل ايه؟ فبيقول لها على حسب تمني ويكون اللي هيتعمل يعجبك. فمارينا بتهزر وبتقول مش عدل ده وانا برضو هاخد اللي يعجبني النهارده. وبيطلع قدامهم غيلان كبيره قوي. فبيقول لهم جهزوا نفسكم وسلك خلاص بتكون هتضربهم. فيوك بيقول لها حافظي على هدوئك. وبتقول له بس لازم نخلص منهم وما ينفعش نسيب حد يهرب. ويوك بيقول هم دول وحوش من الرتبه سي فالاول هنهاجمهم بالسحر والسهام اللي معانا. وبيهجموا عليهم وبصراحه شكلهم بيبقى تحفه. ومارينا بتدخل وتخلص عليهم بالسيف. وريم بترمي عليهم كره كبيره من النار. ويوكي بيرمي عليهم سحر وبيشل حركتهم وبيبطئهم. وبنعرف ان سلك لما شافت الوحوش اتعصبت علشان هي الف وجماعه الالف بيكرهوا الوحوش. ويوكي بيقول لها ده عادي ما تقلقيش. وقالت له بس انت من الالف السوداء. فبيقول لها انت سلك وصح اللي بيتقال عن خياله الالف الاسود للالف وده مجرد خرافات وبعدين احنا وراكي وبندعمك في كل حاجه. فبيقول لها رين هي اللي قالت كل ده الاول وبص لها كانها كذبه علشان بتعشق الحاجات الاثريه. فبتتعصب وبتقول له الحاجات الاثريه دي مجرد احلام. وبيقول لها انا فاهم وبيضحكوا. وبتيجي مارينا وبتقول له الغيلان كانوا شايلين معاهم حاجه غريبه يا يوك. فيوك بيقول دي حاجه حلوه قوي اللي انت اكتشفتيها دي يا مارينا. فبتقول له بجد وبيسالوه ايه دي. فبيقول لهم هي متبهدله شويه بس هي مذكره عن الالهام. فمارينا بتقول له ايه مذكره الالهام دي؟ فبيقول لها دي حاجه اثريه وبتقدر ان هي تكشف القدرات الخفيه. وبيقولوا له ليه
وحوش منخفضة الرتبة زي دول شايلين عليهم حاجة زي دي. فمارينا بتقول له دي غالية يعني؟ فبيقول لها مش قوي على الحالة اللي هي فيها دي، بس لو بعناها هنخسر كتير، ولو صلحناها هيكون احسن. فبتقول له بجد؟ فبيقول لها ايوه ده الوقت المناسب علشان ابين فيه مهاراتي ككيميائي. وبيقول لهم حد فيكم يقدر يستخدمها لو اتصلحت؟ فسلك بتقول له ايه اللي بيحصل لما بنستخدمها؟ فبيقول لها قدرات اللي بيستخدمها بتكبر شويه او ممكن تاخدي مهاره جديده. فسلك بتقول له يبقى الاحسن ان مارينا هي اللي تستخدمها علشان هي دلوقتي معاها وظيفه واحده. بس بتقول لهم بجد؟ بس هو انا فعلا ممكن اخد القدره على وظيفه تانية؟ وسحرة الصيف دول ناس نادره. فيوكي بيقول لها بس حتى لو ما خدتيش وظيفه تانية ممكن تكتشف قدره ما كانتش باينه عندك. فبتقول له كعروسه. فبيبتسم وبيقول لها بس هي دي قدره. وبيلاقوا صندوق وبيروحوا ياكلوا والكاميرا كانت عايزه تتشحن، وبيلاقوا جوه الصندوق شنطه سحريه وطبعا يوكي بيديها. فسلك بتقول لها طبعا مفيش مشكله، والمفروض اصلا اللي ياخدها شخص بيلعب دور الداعم. فيوكي بيقول لها ايوه عندك حق، والمفروض في المره الجايه اللي نلاقي فيها شنطه سحريه نديها لسلك علشان تستخدمها. فبتقول له انت متاكد؟ فبيقول لها طبعا علشان هي مفيده، علشان تخزني فيها السهام، مش معنى ده ان احنا ممكن نلاقيها بسهوله. وبيقول لهم ماشي يلا بينا قبل ما نكمل نراجع الاول احنا كسبنا وخسرنا ايه. وانا استخدمت لفيفه واحده، فبكده انا ما عنديش مشكله من ناحيه المانا. ومارينا بتقول له انا كمان كويسه. وسلك بتقول له اتبقالي 20 سهم واستخدمت 5 منهم. وريم بتقول له بطني ومخزوني اتملوا بالمانا تاني. فبيقول لهم كويس قوي يلا بينا بقى وخلوا بالكم من نفسكم. وبيروحوا الدور التالت وبيقول مش عارف الوحوش ممكن تهاجمنا منين. فبيقول لهم انا سمعت انهم كانوا موجودين عند باب دايماس المدينه المهجوره بس ما تشافوش في ال10 سنين اللي فاتوا وبيعدوا من الباب. وهو بيقول سمعت برضو قبل كده ان في كتير من الوحوش اللي بتطارد الظل بيحرسوا الباب. فبيقولوا له اللي بيطاردوا الظل. فبيقول لهم ده اللي قريته بس انا ما شفتش واحد منهم قبل كده. فمارينا بتقول له ايه نوع الوحوش دي؟ فبيقول لهم انا قريت ان هم بيبقوا عاملين شبه العرايس اللعبه وبيكون لونهم اسود وبتكون عينيهم بتلمع. فمارينا بتقول له زي ده. فبيتصدم وبيقول لها مطارد ظل بس دول ما شافوش اكتر من 10 سنين. فسلك بتقول له نعمل ايه؟ فبيقول لها شعور وحش قوي انه يكون بيبص لنا كده بس هو ما بيقدرش يعدي علشان كده مش هيقدر يهاجمنا دلوقتي. فبيلاقيه هجم عليهم. فبيقول لهم يلا بينا. فمارينا بتقول له انا مستعده في اي وقت بس شكل الوحش ده غير اي وحش شفناه قبل كده وبيكون قوي قوي في ثانيه واحده بس بيكون وقع مارينا. وده طبعا مش حاجه عاديه لانه قدر يعدي التعويذ اللي يوك رماها. وبتروح رينا علشان تكون معاها وسلك بتكون مع يوك اللي بيقول له انت عملت ايه. والوحش بيضحك بطريقه مرعبه وبيهجم على الوحش وبيتعور في وشه. وبيعرف ان الوحش ده بيقدر ان هو يتخلص من الحواجز السحريه. وبيقول تعويذه بيختفي من قدام الوحش وبيظهر وراه وبيجي علشان يضربه بكل قوته. وبيلاقي الوحش رمى عليه سحر اسود ويوك بيقع وبيقول لهم اهربوا. وهو بيقع بيقول ده ميؤوس منه. وريم بتحاول بكل جهدها هي وسلك وبتكون بتطمن على يوك بس بتلاقيه مش بيتنفس. فسلك بتقول لها ركزي على الوحش اللي قدامك. ومارينا بتقوم تاني وسلك بتخلي رين ترمي تعويذه على مارينا وهما التلاته الوحش بيكون نازل فيهم ضرب وبيتفادى كل التعويذ اللي هما بيرموها وخلاص ما بقاش في مجال انهم يهربوا. وعلى اخر لحظه يوكي بيصحى وبيرمي عليه من اقوى التعويذ اللي معاه وبيقول له انت ازاي تاذيهم وبيرمي عليه تعويذه 1000 كمين. فكل ما بيحاول يهرب يقع وبيرمي عليه تعويذه وسلك بتقدر تحبسهم. مارينا بتخلص عليه وبتجري تحضن يوكي وبيقول لهم حقيقي فرحان انكم بخير. وبيقول لمارينا لو ما كنتيش شفتيه كنت تعرضت لهجوم مفاجئ. فبتقول له كان مجرد حظ مش اكتر. فبيقول لها ايه رايك يا رين في البتاع ده؟ فبتقول له كان شبه ميت بس طاقته السحريه كانت كبيره. فبيقول زي ما حسيت بالظبط وازاي يقدر يعدي الحواجز السحريه وشكل كده الخطر بيقرب عليهم اكتر واكتر. فبيقول لهم احنا في الدور اللي تحت وخلينا نخلص المهمه بتاعتنا الاول. فريم بتقول له ايه رايك نبلغهم ببس؟ فبيقول لهم انتوا لابسين دروع لسه ما اتعلنش عنها فالمفروض ان احنا نتجنب نعمل ده. فمارينا بتقول له الموضوع كان غريب شويه. فبيقول لهم هنقدم تقرير للنقابه بعد ما نخلص المهمه بتاعتنا ونطالبهم بانهم يعملوا فريق علشان يحققوا في الموضوع. وانا متاكد ان اركانتس مش هتمانع ان النقابه تشوف الفيديو علشان التحقيق. وبيقول لهم يلا بينا. فريم بتقول له استنى يا يوك وبتحط ايديها على وشه وبتقول له استنى حشف جرحك وده مش وقت استعجال مش كده. وبتكون خايفه عليه قوي وبتشفي جرحه وبتقول له انا فاهمه القلق اللي انت حاسس بيه بس احنا برضو دلوقتي تقدر
بتعتمد علينا وبقينا قد المهمات. فبيقول لها انت عندك حق، وبتقول له ما تشيلش كل حاجه لوحدك، دي حاجه مش كويسه. فبيقول لها ماشي، فبتقول له كويس، وبتقول لهم شوفوا الاول الحاجات اللي كسبتوها وكمان اللي خسرتوه ايه، وانا اللي ضاع مني شويه مانا صغيرين مش كتير. وسيليك ومارينا بيقولوا له مفيش مشاكل من ناحيتنا، وبيقول لهم مفيش مشكله من ناحيتنا كمان، وبيجدد المانا الرين. فهي بتقول له شكرا على المانا، وهو بيقول لها شكرا انك شافتيني. وبيدخلوا ابعد جزء من الدايماس، وبيلاقوا قدامهم الباب اللي بيدخل لدايماس مدينه دريد المهجوره، وبيكون كبير قوي وشكله حلو. وبيقول ان دايماس المدينه المهجوره هو المكان اللي كان بيعيش فيه الناس زمان، وان كان فيه محلات كتيره قوي. ومارينا بتقول له طب ايه اللي موجود جوه؟ فبيقول لها دي المهمه بتاعتنا، وان احنا نكتشف ايه الموجود جوه، وده واحد من الحاجات اللي لسه محدش اكتشفها، واللي ممكن يلاقوا جوه بوابه هويه في ابعد حته، وده اللي كان يوكا عايز يروحها في يوم من الايام. فرين بتقول له ان بوابات الهويه بيقولوا ان في ناس هي اللي عملتها من حضارات قديمه علشان يعرفوا يعدوا العوالم التانيه، علشان كده ممكن تكون مختلفه في الواقع شويه. فمارينا بتقول لها انت ذكيه قوي يا رين. فبيقول لهم كل اللي علينا نلمس البوابه والمهمه هتكون خلصت. وبنروح لهم وهم بيقدموا التقرير النقابه وبيشكرهم على اللي هم عملوه، فهم بيقولوا له انه عمل مجهود اكتر منهم. فبيقولوا له النقابه عملت ايه معاها. فبيقول لهم قلت لهم ان احنا خلصنا المهمه، وقدمت لهم الفيديو اللي احنا صورناه، وان في مطارد ظل ظهر وعايزين يعملوا مقابله معانا، علشان كده ممكن ناخد اليومين الجايين اجازه زي ما خططنا ونبقى هنا في كوالتو. ومارينا بتقول له موافقه، وبتكون متحمسه قوي وفرحانه، وبتقول له يلا بينا علشان نروح كلنا في موعد. فسيلك بتقول له انا ما اعرفش المدينه دي، فهتبقى حاجه حلوه لو احنا اتفسحنا فيها. فرين بتقول عايزه اروح اشوف كل الحاجات الاثريه مع يوكو برضه، وبيقول لهم خلاص ماشي. وهم هيكونوا عايزين احنا الاربعه لو هم بعتولنا المقابله، ونروح بكره علشان نتفرج على المدينه ونشوف الحاجات اللي فيها. فمارينا بتروح تمسك دراعه وبتقول له عايز اروح مكان يكون بيقدم اكل حلو قوي. وسلك بتقول له انا كمان عايز اروح الحديقه المشهوره هنا. ورين بتقول له وديني معرض الحاجات الاثريه، وكل واحده ماسكه فيه. فبيقول لهم مش متاكد لو عرفنا نعمل كل ده في زياره واحده، بس خلاص خلينا نفكر في كل ده على العشاء. وبيقول لهم يلا نروح ناكل في المحل اللي قدامنا ده، وبيعمل فراخ حلوه قوي. ومارينا بتقول له انت دايما بتفكر فينا. فبيقول لهم اعتمدوا عليا، ودعمكم بعد كل مغامره بنعملها ده جزء من شغلي برضه. وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا مع بعض. بيكون ساندر وفرقته في ممر ماء جوفي وهم بياكلوا، بيسال سيم احنا ما عندناش اكل احسن من ده، ولما كان الولد صاحب الاعمال الروتينيه معانا كنا بناكل اكل كويس يليق بينا. وبيطلعوا من العلبه الغريبه اللي كانت معاه، وبيكون قصده على يوك. وبيقول ساندر هينفع يعني العوجه اللي انت فيها دي دلوقتي، وانتوا مستعدين ولا ايه؟ والجرعات بتاعتكم معاكم، وايه اخبار المخزون المانا؟ فبيعرفوا سين انا ما جبتش معايا ولا جرعه، وايه الفايده من ده؟ وكاميليا موجوده، وبتقول له كاميليا ما تعتمدش عليه في كل حاجه، وجرعات المانا غاليه جدا علشان يكون في علمك. وبيقول سيم كنت بتشربيها كتير الفتره الاخيره، وبتعرفوا كاميليا كل ده بسببك. وبيقول ساندر كفايه، واحنا هنواجه وحوش بغل المره دي. وبيعرفوا سيم صح انا اقدر اتعامل مع بغل تافه لوحدي. وبيطلب ساندر من جيمي جاهزين للبث في اسرع وقت، وبتقول لهم جيمي ادوني شويه وقت كده. وبيعرفها سيم يا دوب بتعرفي تستخدمي السحر وكمان ضعيفه جدا، وانجزي الشغلانه، وحاجه بسيطه زي دي على الاقل اعمليها بشكل مظبوط. وبتقول كاميليا ياه لو جيمي بتعرف تستخدم سحر الشفاء كمان، لكن ما باليد حيله لو ما قدرتش. وبتعرفهم جيمي البث جاهز، وبيروح ساندر وفرقته الممر، وبتقول لهم فشلتوا تاني، ولو فضلت درجاتكم تقل كده في احتمال ان الرتبه بتاعتكم كمان هتقل للاقل. وانت فكرت تقبل مهمات اقل واسهل يا ساندر؟ وايه رايك في مهمه من الرتبه سي المره الجايه؟ فبيعرفها ساندر ازاي وانا مغامر من الرتبه ايه. فبتقول له ممار وانا بقول لك انك مش بتحقق نتائج تليق بالرتبه دي. وبيعرفها ساندر لكن ده مش غلطي، وانت ما قدمتيش لينا اعضاء جديده بقالك فتره، والمره دي ما واجهناش بغل بس لكن وحش كمان مسمم، مع ذلك احنا ما توقعناش ده. وبتعرفوا ممار المهمه الفاشله هتفضل مهمه فاشله مهما عملت. وبتسيبهم جيمي وبتقعد على ترابيزه تانية لوحدها. وبيقول سيم رواتبنا نزلت وهي مفكره نفسها مين. وبيعرفوا ساندر هي قالت ان في احتمال بس، ومعنى كده ان المهمات اللي رتبتها عاليه هتكون صعبه علينا احنا كمان لان احنا 4 اشخاص بس. وبتقول له كاميليا يبقى تدور لنا على عضو جديد، ومش المفروض ده شغلك لان انت القائد بتاعنا، وانت اكتسبت شهره كبيره كمغامر وبيبث مقاطع مباشره للناس. فبيقول سيم مش انت قلتي انكم اصحاب الطفوله؟
وانه شبه تابع ليكي. فبيعرفوا ساندر محتاج حاجه تقنعه، وبيسال سيم زي ايه، ومحتاجين نشغل باله زي مثلا نواجه الظلمه عديمه اللون. وبتسال كاميليا ليه المفروض نروح هناك، فبيعرفها ساندر ده حلم يوك، وعلى طول كان بيقول ان نفسه يشوف نهايه العالم زي طفل غبي، لكن لو عملنا كده انا متاكد انه هيوافق على دعوتنا، علشان كده لازم نتعاون مع فرق تانية وتكون مهمه مشتركه. ومواجهه الظلمه عديمه اللون مجرد تظاهر بس، ومش لازم ناخد الموضوع بجد، وما تقدرش فرقه من الرتبه سي زي فرقته تواجه الظلمه عديمه اللون حتى لو كانت عاوزه كده. وبيعرفوا سيم الفكره دي ممتازه، وهيجي يعيط تحت رجلينا، وبتكون جيمي مش عاجبها كلامهم ولا طريقتهم. وبيقول يوك الفرقه دايماس اطلال مقفوله لفتره لان في تحقيق. وبتقول سلك ظهر واحد مطرود من فتره وكان مختفي اكتر من 10 سنين، وبيفضل الناس يبصوا عليهم وبيسالوا هم بجد ولا لا. وبتشاور مارينا للناس، وفي منهم بيقول دول شكلهم ظريف، وغيره بيقول انا بشجعكم. وبيحط يوك ايده على راس رين وبيعرفها الناس طبعا هتحس بالغيره وما تخليش ده ياثر عليكي. وبتقول له رين حاضر ما تقلقش انا بخير. وبيقف راجل كبير لابس نضاره وبيشاور لهم وبيكون اسمه ماندي. ولما بيدخلوا البيت بتقول سلك التصميم الداخلي جميل وفي مساحه واسعه لتخزين وكمان كبير هيكفينا. وبيعرفها بكل سهوله هيطلعك للشارع الرئيسي، وكمان في مساحه في البيت من ورا. وبيقول يوك مش هينفعنا لان البيوت اللي طابق واحد بتكون سهله للسرقه والاقتحام وصعب نمنع الناس تبص جوه، ومش هيكون مناسب البيت للنساء. وبتقول له سلك كلامك منطقي. وبيعرفهم ماندي على شقه تانية، وبيفهمهم ان اتصممت الشقه علشان بيكون بيت عائلي، والدور الاول مشترك واوض نوم خاصه في الدور التاني. وبيقول يوك المكان ده كويس وفي مخزن تحت الارض ونقدر نطلع للسطح. وبتعرفوا سلك السطح هيكون مفيد علشان ننشر في الغسيل. وبتقول له مارينا البيت ده عجبني اكتر من التاني، وبتوافق على رين هي كمان. وبيسال يوك نقدر نحجز المكان ده يا ماندي، فبيقول له ماندي طبعا، لكن اسمحوا لي افرجكم على شقه اخيره. وبتسال رين في ايه، فبيعرفها يوك مجموعه ساندر قريبه من هنا. وبتنادي سلك على ماندي وبتعرفه ملوش لازمه نشوف الشقه لان المنطقه مش عجبانا. وبيقول ماندي طيب هتعملوا ايه، فبيوافقوا كلهم على اخر شقه. وبيسال يوك انتوا متاكدين وانكم مش عايزين تشوفوا الشقه التانيه، فبتعرفوا سلك انها مش عايزاهم جيران وانت كمان مش عايز تشوفهم صح. فبيقول يوك ايوه، وبتعرفهم مارينا اتحلت هناخد اخر بيت شفناه. وبيقول يوك اعتقد اننا نقلنا كل حاجه هننقلها على الاوض، لكن احنا لسه ما قررناش كل واحد هياخد انهي اوضه. وبتقول سلك لسه كنا هنقرر انهي اوضه انت محتاجه يا معلم، وعايز البعيده ولا الداخليه، وعايزين نسمع بتحب انهي. وبيسال يوك انتوا بتتكلموا على ايه، وبتعرفوا سلك عن اوضتك. فبيقول يوك علشان اكون فاهم بس انتوا اكيد مش قصدكم ان اعيش هنا معاكم. فبتقول له سلك ده اللي احنا بنتكلم فيه. وبيسال يوك عيش معاكم، وبتعرفوا مارينا دي قاعده فرقتنا. فبيقول لهم يوك انا راجل ما اقدرش اعيش معاكم. فبتقول له مارينا ما انت بتفضل معانا لما بنكون في التخييم مع بعض، واحنا واثقين فيك يا يوك وهتاكل معانا كل يوم وهيكون يومنا جميل. وبتعرفها سلك هنخلص شغل البيت مع بعض يا مارينا وهنقسمه مع بعض. وبتتجاهل مارينا الموضوع وبتصفر. وبتعرفوا رين انت اتدبست تستسلم. فبتقول مارينا انت قلت ان خطير يكون في البيت نساء بس. وبيقول يوك ماشي خليكم حريصين وكل واحده تقفل بابها كويس، وخليكم فاكرين ان انا راجل علشان نقلل خطر المشاكل. وبيوافقوا كلهم. وبيقول لهم يبقى ننقل الحاجات. وبيقول لهم يوك دي هديه مني علشان نحتفل بالنقل الجديد، وبتكون شاشه كبيره. وبتقول سلك دي غاليه عليك. فبيقول لها يوك انا فكرت اننا هنحتاج نتفرج على السجلات ومقاطع البث المباشر علشان نحط خطط، علشان كده صرفت كتير. وبتشكروا مارينا وبتشكروا رين وبتعرفهم لازم نحتفل. وبتقول سلك هنبدا احتفال بصفتك القائد بتاعنا. وبيقول يوك في الحاله دي هنشرب احتفال بحياتنا الجديده ومستقبل كلوفر. وبيسال رين في ايه، وبيتفرج على الشاشه بيلاقي عرض لفريق ساندر في ظلمه عديمه اللون. وبيطلع اوتي يتكلم على العرض وبيعرفوا ان الملكه قبلت الاذن وهيفتحوا تحقيق بخصوص الظلمه عديمه اللون والدايماس اللي اتقفل. وهنبدا بمجموعه ساندر وهيكون الهدف الوصول لبوابه الهويه، وبعد كده معاهم مجموعتين تانيين. وبيضايق يوكو بيقول لهم ما تقلقوش كانه سباق علشان نوصل الاول، وحلمي هو اني اواجه الظلمه عديمه اللون بكل تاكيد، لكن تفاصيل حلمي اتغيرت شويه. وبتسال مارينا اتغيرت ازاي، فبيقول لها وعدنا اننا نوصل لبوابه الهويه مع بعض صح، ومش احنا خططنا اننا نعمل بث مباشر. فبتقول له مارينا ايوه. فبيعرفهم يبقى مفيش داعي للقلق وليه ما نكملش احتفالنا ونشرب تاني. وبتوصل رساله بريد وبيعرف يوك انها من النقابه. ولما بيوصل هو وريم بتعرفوا ممار التفاصيل. وبيقول يوك انت عايزه طلب اكتشاف مني، فبتعرفوا ممار ايوه، وهم قالوا محتاجين رد في اقرب وقت ممكن، ودي ورقه باللي طالبينك بالاسم. ولما بيقراها بيعرف انها مبعوثه عن طريق ساندر. وبيقول يوك الممار يا ريت تعرفيهم اني برفض بكل احترام. وبتقول له ممار زي
ما توقعت. وبيكون يوكي بينقي فاكهه بتطلب منه رين يبص وراه، فبيلاقي ساندر جاي ومتعصب، فبيعرفها يوكي اكتر واحد مندفع على الحاجه اللي عايزها. وبيقول ساندر ايه معنى ردك على الرساله؟ فبيقول يوكي مفيش حاجه خاصه، والرد المكتوب واضح وبتخاف منه رين، فبيخليها يوكي تستخبى ورا ظهره. وبيقول ساندر دي الظلمه عديمه اللون ومش ده اللي انت عايزه، وليه رفضت الكلام؟ وبيقول يوكي زي ما توقعت واتفاجئت انك افتكرت حلمي. فبيقول له ساندر طبيعي ما احنا اصحاب من صغرنا. وبيقول يوكي انا فرحان ان فرقتي القديمه هتدخل اصعب دايماس في المملكه بالتوفيق ليكم. وبيعرفوا ساندر ما تتكلمش كأن الموضوع مش مهم بالنسبه لك، وحطينا خطتنا على انك موجود معانا. فبيقول له يوكي وانا مش هروح، على الاقل مش معاك يا ساندر. وبيقول ساندر بطل اللي انت بتعمله ده. فبيعرفوا يوكي انت اللي المفروض يقف عند حده، ولو فكرت اللحظه او فهمت كنت عرفت ان ارسال طلب استكشاف لشخص بينتمي لفرقه نشطه شبه واحد بيحاول يخلي حد ينقذه، وده قله ادب كبيره ومن حق ان نرفض طالما كان مجرد طلب. وبيقول ساندر انت اللي سبتنا بارادتك، محدش ضربك على ايدك، وعملت لنا مشاكل كتيره ونظمت مهمه تحقيق في الظلمه عديمه اللون علشانك انت. فبيقول له يوكي ما تتكلمش عن رحيلي كانه من طرف واحد، واعذرني لكن ترتيبك للمغامره والبحث عن المهمات وجمع المعلومات للتغلب على الديماس ورميتوا كل حاجه ملهاش علاقه بالقتال عليا، وباين ان ده سهل الامور عليكم كتير. ويوم ورا يوم فضلت مستحمل، وقلت في يوم هيفهموا، وانتم خنتم كل ده وما اتصرفتش كاننا اصحاب بعد كده. وبتمسك رين ايده لما بتحسه انفعل زياده، فبيقول لها يوكي ما تقلقيش انا كويس. وبيعرفوا ساندر لو ده شعورك يا يوكي ارجع، مش احنا اصحاب بنسعى لنفس الحلم وهننجح المره دي. فبيقول له يوكي فات الاوان، واصحابي هم اعضاء فريق كلوفر مش ساندر. وبيقول ساندر طيب ايه هيحصل لنا وما نقدرش نفشل تاني وتقل رتبتنا على الوضع ده وهينتهي امرنا. وبيعرفوا يوكي اللي انتوا بتعملوه انا ماليش علاقه بيه، ويلا بينا يا رين. وبيعرفوا ساندر لو دي كانت نيتك انسى الموضوع، وعندي افكار تانية هنفذها. وبعد اسبوعين بيقول بينود ان احتمال في فيضان يحصل، بالاضافه ان اتبلغت في ايون هنا وهنا ولاحظت حاله غريبه هنا. وبيعرفوا يوكي انت هتخليني اقولها تاني؟ فبيقول له لو في حوادث غريبه بتحصل في الديماس فده محتمل. وبيقعد يوكي وبيسال الاكاديميه الملكيه قالت ايه. فبيعرفوا بينود قالوا انهم مش هينكروا ان الحوادث بتحصل. وبيقول له يوكي يعني مهمه التحقيق في الظلمه عديمه اللون. وبيكمل بينود وبيقول حقيقه انهم منحوا الاذن بكل سهوله ممكن تكون مرتبطه بالحوادث، وانا عايز احط طلب بترشيحك يا يوكي مجموعه كلوفر ولازم تدخل في مهمه التحقيق. وبيقول يوكي يعني انت هتبعت فرقه من الرتبه سي، وانت عارف كويس انهم مش هيقدروا ينجزوها يا بينود، ومش في فرق تانية مشاركه من الرتبه ايه غير فرقه ساندر. فبيعرفوا فرقه سكوريديا اتخنقت، وفرقه بلون سحبت وما اقدرش اثق فيهم، ومفيش ولا واحد قدم طلب رسمي، وانت قريت ده صح؟ فبيعرفوا يوكي ده كنز بالنسبه لي، والسجل الوحيد اللي موجود للتغلب على الظلمه عديمه اللون، والسجل الوحيد اللي بيثبت وجود بوابه الهويه. وبيعرفوا بينود علشان كده اخترتك، وانا مش بطلب منك تقهرها، انا عايزك تحقق بخصوصها. فبيقول له يوكي لكن انا لازم اقهرها علشان احقق تقدم فيها، وده خطير جدا على فكره. وبيقول له بينود التاقلم مهاره ضروريه في داخل الديماس، وانا محتاج شخص زيك يقدر يعمل اي حاجه، ده غير انك بتعرف تستخدمها. وبيوريه بينود خريطه للخروج وبيعرفه هي ليك. فبيسال يوكي انت ليه بتديني حاجه غاليه زي دي وليه المبالغه يعني؟ فبيقول له بينود محتاج معلومات مؤكده بعينك، ولو اقدر كنت رحت بنفسي، لكن ما اقدرش اسيب مكاني علشان مكانتي الاجتماعيه، واهم حاجه ان ناخد تقرير من مصدر موثوق. وبتستاذن ممارة علشان تدخل، وبتقدم ورقه ليوك، وبتكون طلب في مهمه تحقيق في الظلمه عديمه اللون، وده قرار من ملك والمية، وهتاخد رتبه ايه مؤقتا. وبيقول يوك انا حاسس ان بقيت شخص مهم فجاه. وبيعرف يوك بينود فهمت هنناقش الموضوع مع باقي الفرقه وهرد عليك. وبيقول لهم يوك على اللي حصل، وبيقول ان عايز ارفض. وبتساله مارينا هترفض ليه؟ وما اقدرش اتكلم او اشتكي بخصوص المكافاه، وانا متاكد ان درجاتنا هتكون هايله، لكن احنا مش مستعدين وما عندناش خبره ومحتاجين حاجات كتير قبل ما نواجه الظلمه. وبتقول سلك بغض النظر عن خبرتنا يا معلم، لكن احنا نقدر نستعد، معانا احدث الدروع، ودي فرصتنا ونروح الديماس وندور على بوابه الهويه، ولازم نعتبرها فرصه كويسه علشان نكتشف. وبتقول مارينا معاها حق، لو ما عملناش كده هنفضل طول عمرنا ما عندناش خبره. وبيقول يوكي مالك يا مارينا ما كنتش كده؟ فبتساله رين انت خايف؟ فبيسال يوكي نفسه يا ترى انا خايف؟ وبتقول رين انت خايف انك تخسرنا؟ فبيقول لها يوكي ايوه اكتر حاجه بكرهها، والموضوع ده مخوفني. وبتعرفوا رين احنا كمان عندنا نفس الشعور، وخلينا نعملها سوا يا يوك، وهي ثقتك فينا قليله للدرجه دي؟ فبيقول لها يوكي الموضوع مش كده، انا بعتبركوا احسن من اخواتي.
فبتقول له يبقى لازم تاخد خطوه قدام لحلمك، وبيوافقوا باقي البنات وبتطلب منه مارينا خلينا نستعد للمغامره وقول لي انت محتاج ايه. وسلك بتقول خلينا نحط خطه، وبيعرفوا ميوك انا كنت غلطان اسف. فبتقول له مارينا ما كنتش هتتكلم في الموضوع لو انت مش مهتم. فبتعرفها ريم ما تتكلميش في الموضوع ده يا مارينا، وكنت كاتمه الموضوع لفتره، وما تلوميش المعلم، وفكر في كل حاجه وعطى الاولويه لسلامتنا، ولازم نكون مؤهلين بما فيه الكفايه علشان ما نقلهوش. وبتعرفها مارينا معاكي حق علشان كده ما تقلقش علينا يا يوك. وبيقول لهم يوك انا اصلا كنت عايز اروح معاكم. وبيروح يوك البنود وبيعرفوا انه موافق على المهمه، وبيتاسف بنود لو بينت ان انا بستغل حلمك. وبيعرفوا يوك الموضوع مش كده، لكن انا ممتنه على كل حال ناقشت الموضوع مع فريقي، ومحتاجين كشاف علشان يدلنا على طريق ونقدر نستغل اكبر قدر من الفرصه، ويا ريت تعرفنا على كشاف شاطر. فبيقول له بينود ممار توقعت طلبك. وبتدخل عليهم نيني وبتعرفهم ممار انها مهتمه تكون الكشافه بتاعتكم، وبيكون ليها ديل وعندها ودن قطه. وبتقول ممار هي بنت واحده من صحابي. وبتعرفهم ممار على نيني، واول لما بيشوفها بتقول مارينا شكلها غريب وعندها ودن قطه. وبتعرفهم ممار انها بنت حد من صحابي، وبلغت في الهزار في بلدها علشان كده استقبلتها وساعدتها علشان تغير من وضعها. وبيقول يوكي معاكي حق، وبتطلب ممار من نيني تعرف نفسها. وبتعرفهم نيني باسمها وانها كانت زمان حراميه ودلوقتي بقت نينجا، وانا نوعي فارسي ورتبتي سي، وهكرس كل حياتي علشان الشغل، ووعدكم هكون مفيده واتمنى منكم توظفوني. وبيكون كلهم موجودين في مغاره تحت الارض. وبتقول سلك ما كنتش متوقعه ان في مدخل موجود هنا، والظلمه كمان ملهاش لون، ومين يصدق انها موجوده تحت نقابه المغامرين. وبتعرفها مارينا انا كمان ما كنتش اعرف. وبتقول رين طول الوقت كانت موجوده تحت رجلينا. وبتعرفهم ان نقابه المغامرين اتبنت فوق ضلمه ملهاش لون، وبهدف هو قفل مدخلها. وبتقول مارينا بقى هو ده السبب. وبيعرفهم بينود في حاجه حابب اقولها لكم، وانت مستعد يا يوكي؟ فبيقول له ايوه. وبيقول لهم بينود ان من بين الفرق الثلاثه من الرتبه ايه واللي اتكفلت بالتحقيق، انا متاكد انك عارف ان سكوريديا انسحبت، لكن مجموعه بلو عملت زيهم امبارح. وبيعرفوا يوكي ده كان اسرع مما توقعت. وبتقول له نيني ان بلو شارك علشان الفخر والغرور على كل حال، علشان كده الموضوع مش مفاجئ. وبيقول يوكي ده معناه ان مجموعه ساندر هي الفرقه الوحيده اللي باقيه هناك. وبيقول واحد من اللي كانوا بيبحثوا في المكان ان سايمون ما كانش واضح بخصوص الفلوس اللي كان هيصرفها على الرعاه، وبدانا التحقيق في الموضوع. وبيسال يوكي هو بيحاول يعمل ايه بالظبط، وبيطلب منهم بينود انهم يحترموا القواعد اللي بيتعاملوا بيها مع الدايماس. وبيقول يوكي لازم يكون واضح ودي اهم حاجه. وبيعرف فرقته لازم نكون مصحصحين وناخد بالنا. وبتقول له سلك لازم نحط كام خطه في الاول. ومارينا بتقول نستريح بعد كل دور. وبتقول رين نتاكد من مكسبنا والخسائر كل شويه. ونيني بتقول الاولويه دايما لارواحنا. وبيقول يوكي تمام وخلونا نستمتع بس ناخد بالنا. وبيفتحوا بوابه وبيقول يوكي مع السلامه يا بينود ويا ممار. وبيقول بينود ما تنساش انك رايح هتاخد نظره سريعه على المكان وبس، ومفيش داعي للمبالغه او تجيب هدايا تذكاريه. وبيقول يوكي بدا البث المباشر وبيشوفهم الناس على الشاشات وبيعرفوا انهم كلوفر، واتمنى يقدموا لنا عرض نتبسط بيه النهارده. وبيقول يوكي معاكم كلوفر واحنا هنا النهارده علشان نكتشف الضلمه عديمه اللون، وده اول يوم لمحاولاتنا الاولى واتمنوا لينا التوفيق. واول لما بيدخلوا بيكونوا في الدور الاول من الضلمه عديمه اللون، وبتكون نيني معاه كشاف بتنور بيه وبتحطه علشان تدلهم على الطريق. وبيفضل يوكي يبص حواليه. وبتعرفوا نيني مفيش اصل لوجود اعداء هنا. وبتدي الكشاف لمارينا وبتعرفهم من البوصله ان الرياح جايه من الاتجاه ده. وبتغطي راسها وبتختفي. وبتعرفهم هروح اكتشف المكان واجي. وبتقول مارينا باين ان العصايه الجديده جميله يا رين. فبتقول رين عصايه القرمزيه بتعزز السحر الهجومي وحاسه ان وضعها مريح في ايدي. وبتسال سلك ايه رايك في الضلمه عديمه اللون. وبيعرفها يوكي ما كنتش متاثر بالدرجه اللي كنت متخيلها. وبتقول مارينا المهم اننا دخلنا دلوقتي. وبتعرفهم سلك انا متحمسه جدا وبيحرجني الاعتراف بحاجه زي دي، لكن ده السبب اللي خلاني اقرر اكون مغامره، وهو علشان اكسب وسيله اقدر اعيش بيها في المجتمع البشري، يعني علشان الفلوس. وبيقول لها يوكا انا شايف ان الموضوع مش مستاهل الاحراج. وبتقول سلك اللي انت قلته في اليوم ده اثر عليا كتير، وما فكرتش ان في المغامره ممكن احقق حلمي، علشان كده وجودي هنا معاكم في المكان اللي حلمت بيه بيخلي قلبي يدق بسرعه، ودي حركات طفوليه مني.
تاني. وبيقول لهم يوك بدأت افتكر شعوري دلوقتي، وبص هو قدامنا دلوقتي حافة العالم بوابة الهوية. وبترجع نيني وبتقول عرفت طريقنا، لكن لعلمكم المكان ده غريب فعلا. وبيفتح يوك باب بيدخله على أوضة فيها سفينة ونجفة وكل طاير في الهوا، وبيقول فهمت كلامك دلوقتي، وصلنا للمجموعة اللي دخلت قبلنا ووصلت لحد الدور الثامن لحد دلوقتي. وبتقول مارينا الثامن، لكن عدى اسبوعين عليهم وما تقدموش كتير. وبيعرفهم يوك هدفنا الوحيد اننا نكتشف لو حاجة بتحصل غريبة في المكان، واحنا مش بنحاول نكمله، وهنعمل بث مباشر واحنا ماشيين، ومدير النقابة وعلماء الأكاديمية هيتأكدوا من اللقطات بالمناسبة. وبالنسبة للعلماء اللي قلت عليهم، المكان ده عبارة عن برج تحت الأرض، وباين إن في درج هيوصلنا لفوق، والسجلات بتقول لو حاولت توصل لفوق بالقوة هتواجه خسائر ملهاش لازمة زي الدهليز في ايون. وبتقول مارينا فهمت لازم نستخدم السلالم لو حبينا نطلع أو ننزل. وبتعرفها سيلك دي قاعدة التيماس. فبيقول يوكا أيوة، وبتمسك نيني مراية سحرية وبتلاقي فيها صورة وحش، وبتعرفهم إن في وحش موجود ومفيش طريق تاني وشكلنا هنضطر نقاتل. وبيقول لهم يوكا أنا ما شفتش وحش زي ده قبل كده. وبتقول نيني ممكن يكون نوع من الكمارة. وبيطلب يوكي من رين تستخدم تعويذة هجومية مضغوطة، وسلك هتهاجم بالقوس بتاعها وخلي الهدف راسه لقدرتي. وبيدي سلاح لمارينا وبيطلب منها تستخدمه، وبتقول له يعني مش هحارب بالسيف. فبيعرفهم يوكا علشان اخلص منه بسرعة من قبل ما يحاول يتحرك بالفاس الضخم اللي معاه. وبتقول له مارينا كلامك منطقي، والمهم ان مذكرة الالهام انك صلحتها وعطتني وظيفة تانية كساموراي كنت عايز احارب بالسيف. وبيعرفها يوكا هيكون قدامك فرص كتيرة بعدين. وبتقول نيني انت كفاءة علشان كده عندك وظيفتين نادرين يا مارينا. وبتقول مارينا كان نفسي اتعلم السحر بصراحة. وبتستخدم رين تعويذتها السحرية وبتطلب من العصاية تعمل من الهواء رمح سحري في نار من العذاب. وبيقول يوكي باختلاط الاسود والابيض بتختفي الارواح. وبتقول نيني هقدم الدعم بالنينجا بتاعنا كمان. وبيستخدم يوكي الصاروخ المنشوري، وبتقدم مارينا طلقة بتوقع الفاس من ايد الوحش. ورين بتستخدم تعويذة الطعن واختراق برمح اللهب، وبتولع في الوحش وسلك بتصوب كم طلقة في دماغه وبيقع يموت. وبيقول لهم يوكي خلصنا منه. وبتسأل نيني دي نفس التعويذة اللي رميتها على زناك، واخيرا سمحت لي الفرصة ان اشوفها فعليا. وبيقول لهم يوكي باين ان دي منطقة الامان المذكورة في الوثائق، وخلونا ناخد الصراحة ونوقف البث. وبتقول مارينا البث طول الوقت ده مرهق الصراحة وبيخليني طول الوقت متوترة. وبيقول لهم يوكي كل حاجة كويسة لحد دلوقتي، وفي حد منكم ضاعت منه حاجة؟ فبتقول له مارينا استخدمت سهم واحد من السلاح، اما سلك بتعرفه مفيش خسائر من ناحيتي، واستخدمت 3 اسهم بس، وعندي اسهم كتير في الشنطة السحرية اللي اشتريتها لي. ورين بتقول استخدمت طاقتي السحرية. وبتقول نيني كده مفيش مشاكل. فيوكي بيقول كويس، السؤال اللي فاضل هو هنعمل ايه بالصندوق، واول حاجة هنفتحه، لكن انا محتار هننزله في البث المباشر ولا لا. وبتقول سلك لو كسبت فرقة من الرتبة سي على قطعة اثرية وهي في مهمة خاصة، فبيقول يوكي ده ممكن يضايق الناس. وبتقول له نيني خلاص فهمت مش هنبث. وبتحاول تفتح الصندوق وبتعرفهم ده معمول في فخ، لكن مش دي المشكلة. وبتفك الفخ وبتفتح الصندوق وبيكون في جواهر كتيرة بتلمع. وبتسأل رين انهي قطعة اثرية، وبيطلب يوكي من سيلك تحتفظ بالمجوهرات والذهب وبتحطهم في الشنطة السحرية. وبيعرفهم يوكي هبص بص على المكان، وبيلاقي يوكي في الصندوق خاتم صغير وبيقول انه قايم جدا، وبياخد يحطه في جيبه. وبيلاقي حجر كبير اسود. وبتسأل نيني يوكي ايه ده، فيوكي بيكون مش عارف، وانا مش بشك في انها قطعة اثرية لكن شكلها غريب جدا، ولو وصفته هقول دي حاجة مش عارفين اهميتها، كأنه مستني جواب او رد. وبتقول نينا انا مش فاهمة حاجة. وبيقول لها شبه طفل رضيع. وبتتحمس مارينا وبتقول يعني دي قطعة اثرية رضيعة انا عايزاها. وبتقول رين هي كمان انا عاوزاها. وبيعرفهم يوكا على كل حال دي قطعة نادرة، علشان كده هنبلغ بينه الاول، وممكن يكون دليل بيدل على خلل معين. ويا رين مدي ايدك. وبيلبسها الخاتم وبيعرفها شكل صبعك البنصر مناسب لحجمه. وبتفرح وبيقول يوكي انت اللي المفروض تستخدمي الخاتم ده، واسمه خاتم سلامة العقل، وبيدي قدرة على تحقيق استقرار للعقل الذهني. وبتقول انا كده هتنازل عن الصندوق لمارينا. وبترجع نيني وبتقول انا لقيت الدرج اللي بيطلع للدور التاني. وبيعرفهم يوكا هنتحرك بتوازن مع بعض وكل حاجة هتكون كويسة، وشكرا يا نيني. وبتقول له نيني كله بفضل القطعة الأثرية، وبيكون قصدها على البوصلة. وبتعرفني مكان الدرج والمخارج والمداخل عن طريق الرياح. وبيقول يوكا عارفة هي أداة تستخدم لما بنكتشف دايماس جديد.
وبتعرفوا نينا انا استخدمت قطع اثريه كتير ونادره لدرجه اني بقيت متعوده عليها. وبيقول يوكي بعد ما مشينا كل الطريق ده ايه اكتر حاجه حسينا غريبه في المغامره دي؟ فبتقول سلكي يمكن مساله تغير المحيط ودايما في مناطق معينه. وبتعرفوا مارينا الوحش اللي راسه شبه القرش كان مش طبيعي، وبتقول لي فعلا قتلنا كذا وحش في طريقنا علشان نوصل لهنا، لكن اخر وحش كان مميز بينهم. وبيقول يوكا اعتقد ان المفتاح هو الوحش اللي راسه شبه القرش، والصندوق اللي ما كانش في السجلات، ومواجهه وحش في دور المفروض ما يكونش فيه، والصندوق اللي لقيناه والاتنين بيسببوا لي شكوك، وظهور صندوق في اوضه الامان في اول درجه حاجه مش طبيعيه. ومعظم الكنوز اللي بنلاقيها بتكون شبه قوه الوحوش اللي قابلناها صدفه وبتناسب خطوره كل دور، لكن صندوق قدم لنا قطع اثريه نادره وجودتها عاليه، وقطع تانية ما قدرناش نتعرف عليها. يا ترى هل كل ده مناسب للدور اللي كنا فيه؟ وبتسأل سلكي يعني هنعمل ايه؟ فبيعرفوا ميوكا على العموم احنا لسه في اول يوم، خلونا نلاقي الادراج. وبتعرفوا نيني قربنا نوصل للمخرج، وبيقول يوكا كده هنرجع بامان. وبتحس نيني بحاجه غريبه، وبتقول في شخص قريب مننا وبيسمع حد بينادي على يوكا، وبيقول نسيت انكم انتوا كمان هنا. وبتسأل نيني هم دول مجموعه ساندر؟ فبتعرفها رين مجموعه يوكا القديمه. وبيقول ساندر لما انت ناوي تيجي هنا ليه ما وافقتش على طلبنا؟ فبيقول له يوكي ان ده ما كانش طلب، ده كان مخطط للاستغلال، واحنا اتبعتنا هنا من طرف المملكه ودي مهمه رسميه. وبيقول سين بطل تستخف بينا. وبتعرفه كاميليا اتمنى تكون اسف وانت محتاج تحس بالامان. وبيروح ساندر عنده وبيقول له المهم اننا اصحاب في نفس الشغل دلوقتي، واديني البيانات وكل حاجه لقيتها. وبيكون ساندر وكلوفر مع بعض في نفس الفريق، علشان كده المنطق بيقول اننا نتشارك كل حاجه. فبتسال مارينا هو قصدك ايه؟ فبتفهمها نيني ان لما الفرقتين يتحدوا مع بعض علشان يكملوا الدايمات سوا. فبيعرفوا يوكا انا مش فاكر اني قلت اني هتعاون معاكم. وبيقول سيم احنا بنعرض عليك تتعاون مع فرقه من الرتبه ايه وانتوا رتبه سي، والمفروض تكونوا ممتنين. وبتعرفوا كاميليا لازم تشكرنا وحاول تكفر عن سيئاتك. وبيقول ساندر الانجح انك تسيب فرقه رتبتها ايه زينا وهي اللي تقرر صح ولا لا، علشان كده سلمها لي. وبتدخل سلك وبتقول له ما تهزرش معانا، وايه يعني فرقه من الرتبه ايه وانتوا مش مكسوفين من نفسكم وانتوا بتستفزوا الناس؟ وبيقول سيم بالراحه على مهلك، ما ينفعش الجنيه ظلام متوحشه تتصرف بالطريقه دي معانا. وبتعرفها كاميليا خدي بالك من كلامك يا بتاعه الشياطين يا شريره. فبتقول لها رين ازاي تقولي كلام مقرف زي ده وانت اتمديتي قوي. وبيقول ساندر انا بتكلم معاك يا يوكو وياكو تتدخلوا يا شويه همك. وبيقول له يوكو اخرس، سلك تعتبر من العائله بالنسبه لي اياك تهينها. وبيرفع يوكو سلاحه لكن بتحاول سلك تمنعه. وبيقول ساندر على مهلك يا يوكو ليه الانفعال للدرجه دي؟ وبيحاول يحط ايده عليه وبيزقها يوكو وبيقول له غور من وشي ومفكرني هتعاون معاكو، ودي فكره تقرف. اسمعوني كويس انا عمري ما هتعامل معاكم ابدا. وبيتصدم ساندر من تصرف يوكي وكلامه، وبيقول لفريقه يلا بينا. وبيكون الناس بيتفرجوا عليهم وبيعرفوه ان كده هتحصل مشكله كبيره على الاغلب. وبعد يومين بيقول بينوت في ناس اشتكت منك وبلغوا عن مجموعه ساندر، وامضي على الورقه دي علشان نضم رعايتكم في الاشتراك. ودي من مركز رسالات الجن، ودي من اتحاد الحقوق المدنيه في ويلياما، والورقه الاخيره من مقر النقابه. وانتوا عارفين سبب كل ده طبعا. وبيقول ساندر المفروض انك فاهم ان شاهد البث بيقول اننا تعرضنا لاهانه من المجموعه رتبتها اقل مننا وهي سي، واحنا مجموعه من الرتبه ايه، وده موضوع خطر. وهم اتصرفوا بقله ادب الاول، وواحده زي الهمجيه بتاعه الجن المظلمه ولسه ما كلمش كلامه وبيلاقي بنيه في وشه بتطيره لدرجه بيقع على الترابيزه بيكسرها من بينود. وبيسال ساندر في ايه، وبيعرفوا بينود شكلك مش مستوعب اللي عملته. وبيسال ساندر ليه على فرقه تاخد جنيه ظلام متوحشه. وقبل ما يكمل الكلام بيحدفوا بينود بسكينه بتعوره في وشه وبتعدي من جنبه. وبيقول له بينود هي مغامره من الرتبه ايه ومعترف بيها من مملكه ويلياما، واتمسكت وانت بتقول تعليقات عنصريه في بث مباشر وسخدت مكانه وكرامه المملكه. وبيعرفوا ساندر انت مقبل الموضوع، دي كانت خناقه بسيطه بين مغامرين صغيرين. فبيمسكوا بينود من رقبته وبيرفعه وبيقول له مجرد خناقه بسيطه وهتدمر علاقه المملكه مع الجن. وبيعرفوا ساندر ما تبالغش كتير. وبيقول بينود فريق ساندر هيطلع في بث مباشر يعتذر، ويا ريت تكونوا مستعدين انكم تخسروا رتبتكم كمغامرين وممكن تتعرض للنفي، وده بيعتمد على الحكم. وبيعرفوا ساندر دي مسخره، وبيقول له بينود انت اللي مسخره. وبيسال ساندر والمهمه وهتقع في مشكله من غيرنا لعلمك، ولو سبت فرقه من الرتبه سي تواجه الضلمه عديمه اللون وهيسبب لكم مشاكل وخسائر، واحنا اخدنا الختم بالموافقه خلاص، بمعنى لو مفيش فرقه من الرتبه ايه زينا. فبيقاطعوا بينود وبيعرفوا ده مش هيسبب لنا اي مشاكل خالص. وحققت مجموعه كلوفر حاجات كتير على
عكسكم انتوا يا اغبياء، علشان كده طول ما هم متكلفين بالمهمه انتوا مالكمش لازمه. وفرقه كلوفر اتسجلت كفرقه من الرتبه ايه مؤقتا، وبيتصدم ساندر وبيقول بقى دول هيكونوا من الرتبه ايه، وبيعرفوا بينه تفكروا كويس في فكره الاعتزال على البث. وبيقف ساندر تحت المطر وهو مغلول وبيقول ليه لازم اعتذر، ويوكو هو السبب واتفضحنا بسبب البث وهيدفع تمن ده غالي قوي. وبيظهر راجل شكله شرير لساندر وبيقول له مفيش داعي انك تقلق مني، واسمعني وانت عايز تنتقم من يوكو ومجموعه كلوفر، وعندي فكره ممتازه، وانت هترجع للقمه تاني وانا هكسب اللي انا عاوزه، ايه رايك؟ فبيسالوا ساندر ايه رايك انت تعرفني اكتر.